حلقة جديدة النهاردة من يلا توك. موسم جديد وحلقة جديدة وناس من أغلى الناس على قلبي. معايا النهاردة مستر خالد علي، أستاذي، ويعني من الناس اللي بحبها جدا بعيدا عن الدراسة أو إن أنا كنت تلميذ عنده، لا على المستوى الشخصي كمان. من أعز الناس على قلبي يعني. شرف ليا والله. الله يخليك يا شرف مستر. ليا. انا بتفخر قدام الناس ان باشمهندس محمد كان طالب عندي والله. ربنا يخليك يا مستر، نورنا. هي احمد غيث، من الناس اللي ممكن اكون ما لحقتوش ايام ما انا كنت طالب، بس من اول ما عرفته هو من الناس يعني القريبه جدا مني. اهلا بيك يا مستر. والله جدا بيكم من الحاجات الحلوه اللي خالد اهداني بيها يعني. ربنا يخليك يا مستر. اولا نورتونا في يلا توك. احنا هنا البودكاست موضوع بسيط، احنا بنحاول فيه نتكلم عن الرحله بشكل عام. بدانا ازاي، اتدرجنا ازاي في الدراسه، فانا مش بنحاول نمسك حتت معينه قد الحتت اللي انتوا عايزين تبتدوا منها. فممكن مين عايز يبتدي يقول لنا يعني ابعد حاجه فاكرها في الرحله الدراسيه بتاعته؟ بصراحه طبعا ابعد حاجه حضانه وابتدائي. انا فاكر كويس قوي، فاكر حضانه وابتدائي وانا ليه بسال عن الحتت دي؟ الناس بتتخيل، الطلبه بالذات بيتخيلوا ان المدرس اتولد مدرس اللي هو ما عداش بالحاجات اللي هم عدوا بيها. يعني ايه مواقف مثلا تفتكرها في الفتره دي؟ انا كنت دخلت المدرسه وانا عندي 5 سنين من غير ورق. دخلت كده بالواسطه مستمع، يعني ان انا اقعد بس اخد فكره عن المناهج دي. فدي ادتني خبره كويسه جدا. ان انا دايما لما دخلت بقى مع دفعتي سني كنت انا دايما متفوق عن بقيه الناس، لان انا سمعت الكلام ده قبل كده. بس كانت عندي مشكله ان الدفعه اللي انا حضرت معاها كمستمع افتكرت ان انا سقطت وانا كنت اشطر واحد فيهم يعني. لكن دي كانت ذكريات جميله. وفي ابتدائي يعني ربنا كرمنا بناس كانت امهات لينا، يعني عملت معايا كأم يعني، واحتضنتني وهي ربنا جعلها كان لازم يعني. يعني ربنا جعلها سبب يعني ان انا اكون يعني الى حد ما متفوق. بس الاجواء زمان كانت مختلفه عن دلوقتي خالص، يعني شكل المدارس نفسها، الحصص او الحاجه دي تماما المرياله ولازم تبقى مكويه. في صور للمرحله دي اصل بنعرضها مع بعض. ناخدها ان شاء الله ان شاء الله. طبعا كانت ايام جميله جدا. والمعرفه اللي احنا عرفناها ساعتها او اصدقائنا اللي طلعنا بيهم من المرحله دي هم مستمرين معانا لغايه النهارده. فدي كانت صداقه من غير اي نوع من المصلحه بالظبط يعني. فعشان كده مستمره الحمد لله لغايه دلوقتي. الحمد لله. مستر خالد، والله انا يعني مرحله الابتدائي دي جت لي في بالي لما رحت اودي بنتي المدرسه. لما بنتي بعتوا لي قالوا لي عايزين حاجه اسمها السبلايز. مأساة السبلايز. وبعدين قعدت اقرا الكلام، انا اصلا مش فاهم هم عايزين ايه الكلام اللي عايزينه ده. وبعدين لقيتهم طالبين بقى التويلت بتاع المدرسه مش عارف ايه، فجه في بالي بقى التويلت بتاع مدرستي لما انا كنت في ابتدائي. ان انا اصلا عشان اوصل كان لازم اعمل خطه، انا هحط رجلي على انهي حجر الاول عشان اوصل عند الحمام. ده التغير الحضاري اللي حصل. ده صدمه حضاريه يعني. وبعدين مدرسه الابتدائي دي بقى طبعا كان في بنت في المدرسه بحبها كان اسمها حنان حنين. يا رب ما كنتش بتشوف البودكاست. وبعدين وبفتكر كمان ان الراجل كنا بنأجر منه عجله قدام باب المدرسه. بس انا كنت دحيح جدا يعني، كنت طالب شاطر قوي يعني. لو حد من دفعتي شايف دلوقتي هيقول لك لا ده خالد كان دحيح يعني. المرحله اللي بعد ابتدائي بقى، العاب ابتدائي دايما اللي هي الصدمه الاولى بتاعت الدراسه. اعدادي بقى والشنب المعفن ده انا مش فاكر منه غير ان انا وانا خارج المدرسه كان في واحد بتاع قصب كده، كنت بجيب منه عود قصب اقعد اكله لغايه ما ارجع البيت. لكن تحس ان مرحله ابتدائي دي سقطت في النص كده مني يعني. ابتدائي والبراءه بتاعتك في ابتدائي ومش عارف ايه. اعدادي ده بدات اتعرف على الواد شويه يعني متشرد، يعلمك شويه تبقى مخربش يعني. بلاقي اصحابي يشربوا سجاير، انا ما يعني كنت مستغربهم بقى يعني ازاي انت بتشرب سجاير، لان ابويا وامي الله يرحمهم يعني كانوا حاطين لي من دي محرمات وانا الحمد لله ما جربتش يعني. اصحابي كلهم راحوا جربوا انا ما. فاعدادي تحس انها ساقطه منك كده يعني. بس برضه كنت للاسف دحيح يعني، كنت برضه ملتزم اروح المدرسه كمدرسه. كنت بستغرب بقى من الولاد اللي ماشي مع بنت. يا نهار اسود يعني. بعد كده بنخلص سنه طبعا ده الطبيعي. بس حاجه بعد ابتدائي مرحله اعدادي كانت صدمه. المجتمع بدا يتغير، بدانا نبص نلاقي ان في ناس اكبر مني في الجسم ومش في دماغ تعليم واحنا بتوع تعليم. او انت كمان في نهايه ابتدائي بتبقى بقيت الكبير بتاع المدرسه وبقيت كده، وبعد كده تخش اعدادي تتصدم بقى ان لسه في ناس. لا في مرحله اعدادي الحمد لله ربنا عدنا منها على خير، لان انت كان قدامك حل من الاثنين، تحافظ على ان انت حد محترم ومؤدب وبتاع دراسه، يا اما تبدا تتشرد. بس حصل دي في اعدادي جميل قوي. الناس اللي هي
اللي هي بتاعت بقى خناقات وبتاعت مشاكل والناس اللي كده كانوا بيبصوا لنا على ان احنا اللي هننجحهم. كان في ديل انت هتنجحنا انت ولا دافع عنك احميك بقى. فده اللي فاكره في اعدادي. كان في ناس محتويانا جامد واحنا كنا برضو الحمد لله ربنا جعلنا سبب ان هم يعدوا من اعدادي. بمناسبة اعدادي وابتدائي، الطالب اللي هيبقى شاطر في ثانوي لازم يبقى شاطر في ابتدائي واعدادي ولا ممكن تبقى العكس؟ الى حد ما الى حد ما لان انت لو من صغرك متعود ان انت بتحب التعليم وعايز تبقى كويس وعايز تبقى متفوق ده هيكمل معاك. وخد بالك مثلا انا عندي تعليم مثلا على مدرسه المتفوقين بتاعت عين شمس. اللي هي الستيم بتاعت ثانويه. لا القديمه. القديمه اول واحده طلعت، اول واحده حاجه طلعت. كان في مشكله ان الناس تبقى طالعه متفوقه طول عمرها وبعدين يطلع ثانوي ففي تفاوت. فهو انا متعود ابقى متفوق، دخلت ناس متفوقه عني ففي ناس بتجيلها احباط. ففكره ان انت تبقى متعود على ان انت متفوق دي لا دي بتكمل معاك. نفس الراي. بص لحد اول انا فاكر والله كويس جدا اول يوم دخلت فيه اولى ثانوي كان عندي ولد في اعدادي كده كان شاطر قوي، وبعدين قعدت مع واحد من بتوع ثانوي لسه اول يوم بقى داخل اولى ثانوي، بعدين بكلم واحد من بتوع ثانيه فبقول له مين شاطر ومين مش شاطر هنا في المدرسه وبتاع. قال لي بص لما تدخل ثانوي هتكتشف حاجه. قلت له قال لي ان مفيش في ثانوي شاطر ومش شاطر. قلت له امال في؟ قال لي في بيذاكر وما بيذاكرش. قلت له انا مش فاهم الجمله. قال لي يعني ممكن يكون انت قدراتك العقليه كويسه قوي بس انت شخص مهمل وانا قدراتي اقل منك شويه والله انا فاكر الكلام كويس يعني، بس انا ببذل مجهود اكتر منك فتلاقيني بقى عديتك في الموضوع. بعد كده بقى الفكره لما اتطورت عندي يعني وبدات اعرف ان وليس الانسان الا ما سعى، وان ربنا بيبص للسعي مش لان لو بصينا للقدرات طب ما اللي واخد قدرات اكتر اكيد هو اللي متفوق اكتر. واكتشفت ان في ناس انا اعرفهم قدراتهم اعلى مني بكتير بس هم مهملين جدا، وانا كنت قدراتي اقل منهم بكتير بس انا كنت يعني ايه انا كنت شايف ثانوي دي عنق الزجاجه. كلنا بقى يعني شايفين الناس يعني او الطبقه بتاعتنا دي هي يعني شايفه ان التعليم هو الوسيله الوحيده اللي تخليني ودي بالذات منطقه التحول بس مش حاجه ثانيه. يعني كلنا اهالينا والدي كان راجل بسيط ووالدتي الله يرحمها كلهم فما كانش قدامنا سكه غير التعليم. طب التعليم ده نسلك فيه ازاي؟ وانا قدراتي مش محدوده بس مش زي الفطاح اللي انا شايفه. قال لك بس انت بس ايه تجتهد. والله بنقول للطلبه كده يعني انت بس اعمل اللي عليك خلاص زي ما انت وغيرك بنشوف ناس. امبارح كنت شايف واحد مصور لعيب قاعد في الاحتياطي بتاع الاهلي ولا انا شفت الراجل دوت بيلعب مركز شباب مش عارف ايه مع بيلعب في الاهلي مع السعي يعني. ممكن يكون في ناس قدراتها فظيعه يعني بس هو ما بيسعاش. فاكتشفت دوت لما دخلت ثانوي ان انت ما فيش شاطر ومش شاطر فيه مجتهد بس. هي ده اللي انا اتعلمته في ثانوي. مرحله الثانوي بقى نفسها ايه ذكرياتك معاها؟ ذكريات مرحله الثانوي يا عم ابو العينين بتاع السندوتشات كنا بنروح نجيب منه سندوتشات. اول حاجه بنبدا بيها الصبح كان بيحط لنا السندوتش بختم كده تلاقيه ماسك سندوتش عامل راح شادد شده كده ما شدش دي والله يبقى السندوتش بتاعي بايظ. الراجل بتاع الكبده اللي كان قدام باب المدرسه دي ذكريات الزباله. ده اسمه النفس في الاكل. ده نفس فعليا ده النفس وكل حاجه يعني. كنت بدح بقى ده في ثالث ثانوي دي. اولى وثانيه كنت يعني بذاكر على قد ما لكن ثالث ثانوي دي كانت سنه شقه يعني وربنا كرمني يعني طلعت الثالث على مدرستي. كان ساعتها كان ثانيه وثالثه ثانويه عامه. ثانويه عامه كنت ثانويه عامه النظام القديم اللي هو قبل ما يتحول تشيل السنه تعيد السنه. يعني ما رحتش امتحان جبت في مثلا قفلت كل حاجه بس امتحان الدين ما رحتش او جبت درجه مش درجه يعني ان انت تعدي بتعيد ثانويه عامه كلها. وانا فاكر كان اول على الجمهوريه جاب 94% تقريبا ولا حاجه لكن كانت سنه شقه يعني. والله يعني مش يعني انا عارف ان في ناس طلبه عندنا بيتفرجوا بس انا ما خدتش درس في ثانويه عامه خالص غير مع مدرس جغرافيا 3 شهور ومدرس انجليزي شهر وبعدين بقى كل الموضوع مشي كده. وكان ده الطبيعي ساعتها. كان الطبيعي بصراحه مدرس قال لي كمان قبل كده قال لي احنا ما كناش بناخد واجب في ثانويه عامه بس احنا كنا بنعمل الواجب. يعني اللي بنعمل اللي المفروض يتعمل نعمله. عشان كده انا كنت بفضل اقول للطلبه احنا واحنا في ابتدائي كانوا يقعدوا لنا اكتبوا الدرس 5 مرات. طب استفاد ايه انا اكتب الدرس 5 مرات انا استفدت ايه يعني؟ اكتشفت بعد كده ان انا بكتب الدرس عشان اعرف ان في حاجه عليا اسمها واجب. عليا واجب بقى ناحيه مدرسي وناحيه مدرستي وناحيه بعد كده اولادي وهكذا. فاتعلمنا بقى ان في حاجه في حياتنا اسمها واجب دي بقى الالتزام يعني. لكن ثانويه عامه انا كنت دحيح بصراحه. بالظبط. انا كمان كنت دحيح يعني بس انا عندي تجربه في ثانويه.
انا كل اصحابي اللي هم مقرب مني واللي بنذاكر مع بعض ومستوانا تقريبا متقارب، بيقولوا احنا كنا بنختار علمي وادبي في ثالثه، فكله اختار علمي وانا الوحيد اللي اخترت ادبي. مم. فكانت مفاجاه، كل الناس ازاي ومش ازاي، بس انا كنت محدد من الاول انا عايز ايه. انا من الاول عايز ادرس الماني، يعني انا كنت محدد هدفي من اول اولى ثانوي ان انا كنت عايز ادرس فكره التخطيط ان تبقى بخطط. بس ساعتها لسبب معين يعني، برضو اللغة التانية يعني ما اظن يعني شهرتها زادت السنين اللي فاتت شوية، لكن قبل كده كان ايه السبب اللي خلاك لا انا عايز الماني في الاساس؟ بص انا يعني انا مواليد المانيا، فعلى طول اهلي يوريني صور انت مولود في المانيا وكنا عايشين في المانيا، فالمانيا كانت دايما في بالي. مسيطرة على تفكيري. مسيطرة على تفكيري. جيت بعد ثالثه اعدادي رحت عملت كورس الماني قبل ما اخش اصلا ثانوي واخد الماني، فدخلت ثانوي وبقيت انا من اميز الناس في الالماني لان انا عندي خلفيه كويسه يعني. فانا كنت محدد انا عايز ايه، انا محدد عايز ايه من الاول. فكل الناس طب خش معانا علمي وشاطر جدا في الرياضه، وعلى فكره زمايلي كلهم دخلوا هندسه ما شاء الله الله اكبر، وكتير منهم بقوا دكاتره في هندسه عين شمس دلوقتي، يعني ده كان مستوانا اللي كان يأهلنا لده. بس انا اخترت حاجه ثانيه خالص ساعتها زي ما انت بتقول كده، ايه وفي حاجه اسمها الماني وفي حاجه اسمها اصلا انك تدرس الماني وده موجود اصلا. بس انا ساعتها كنت بفكر كمان غير بقى الخلفيه ان انا مواليد ومش عارف ايه. انا بنصح الناس دايما دور سوق العمل هيبقى محتاج ايه. انا كنت شايف سوق العمل هيبقى محتاج الالماني في الفتره اللي بعد كنت بدرس فيها، وكمان انت حابب ايه. انا كنت ممكن ابقى مهندس بس مش هبقى مهندس ناجح، لكن كان ممكن جدا ابقى مهندس بس مش هبقى مهندس ناجح. والنهارده زمايلي اللي دخلوا بقوا ناجحين جدا ما شاء الله، وانا اعتقد طموح كل واحد بالظبط، طموح كل واحد واختلاف هدفه من الموضوع يعني. فموضوع فكره انت حابب ايه وعايز ايه وتدرس سوق العمل دي مهمه جدا تنصح بيها الناس. لكن ما تاثرتش ان اهلي بيقولوا يخش ايه، هم بصراحه ما كانوش بيضغطوا عليا بصراحه. اصحابك بيقولوا ايه، الناس حواليك بتقول ايه، ده ما كانش في دماغي خالص. انا حددت انا عايز ايه، واعتقد الحمد لله انا يعني انا كنت عايز اشتغل في السياحه اشتغلت، وبعدين قلت لي اشتغل في التدريس اشتغلت، فالحمد لله بفضل الله كنت نجحت ان انا هحقق اللي انا عايز اعمله. ده فرق برضه بين جيلنا والاجيال دلوقتي، يعني الاجيال دلوقتي بشوف ان هو مش محدد هدفه قوي، ما بيفكر. يعني شوف انا من ثالثه اعدادي بفكر وخدت خطوات، انا خدت كورس الماني قبل ما ابتدي السنه وكذا، انا كنت محدد انا عارف انا عايز ايه. ده يمكن فرق الاجيال دلوقتي، بنقول لهم لازم يبقى عندك هدف، لكن فكره انا داخل ثانويه عامه وخلاص ان انا مش عارف انا عايز اعمل ايه بعد كده، ده غلط. ده غلط، مع انه وسائل ان هم يعرفوا دلوقتي احسن من ايامنا. احنا طبعا كان في نت ولا كانت برضه على حجم علاقاتك بتحاول تعرف وتسال وتستفسر، مفيش المعلومات اللي في كل حته دلوقتي. اليوم نتيجه الثانويه العامه، اولا كانت نتيجه الثانويه العامه بتطلع ازاي ساعتها؟ يعني ايه الكواليس بتاعت الموضوع وايه اللي حصل اليوم ده بالذات؟ انا في النت جمعت اصحابي كلهم عندي في البيت وقاعدين مستنيين النتيجه، كل واحد يتعب ويسقط يمشي، يتعب ويسقط يمشي، لغايه ما بقينا في الاخر الحبه اللي بقوا في الاخر هم دول اللي دخلوا مرحله. لو كنت عارف كنت قعدت. بس لو قعدت كنت هتخش معانا مرحله اولى. طبعا لا الموضوع كان نقف قدام سور المدرسه كانت النتيجه في المدرسه لازم اروح اجيب المدرسه او في الراديو. انا فاكر المشهد اللي هو حد يقول ان هو مدرسه النجاح ننجح احد. فاحنا كنا بنروح عند المدرسه واقفين كلنا بره اهالينا كل الناس واقفه ومدرس جوه بالمايك، وبعدين بيبدا يذيع رقم جلوس كذا جايب كذا، رقم جلوس كذا جايب كذا، وممكن يغلط مثلا فيفوت رقم جلوس فتلاقي حد بيقع جنب منك يغمى عليه هو كده سقط. بالظبط كده، ان انت ناجح يا ساقط. يعني ما كانش في حاجه عندنا اسمها دور تاني، ما كانش في حاجه اسمها دور تاني، ناجح سقط هيعيد السنه كامله، نجح هنشوف بقى درجته كام عشان نشوف هيخش ايه. بالظبط. وغبا ما انت يعني هيجي رقمك تحس ان درجتك قفلت. انت جيت عند الرقم اللي انت مستنيه ما بتسمعش. فطبعا الحمد لله بفضل الله انا كان اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اكون مقفل الماني عشان اقدر ادرس حاجه فيها الماني، كان ده التارجت بتاعي. فبس المجاميع كانت مختلفه، يعني احنا الثانويه عندنا صعبه. استخدت يوم النتيجه تعرف واحده اسمها رحاب. كانت هي في مدرسه الحلميه وانا في مدرسه ابن خالتي. وبعدين قلت لها بصي اللي يجيب يعني ايه احنا بعد الامتحان يعني بعد النتيجه هنتقابل في المكان الفلاني وكل واحد يجيب. كنت رحت انا وواحد صاحبي اسمه ياسر كده وقعدنا برضو في المايك ده الراجل يقول النتيجه وانا بقى مش يعني كنت بعمل كل حاجه، بس لما سمعت الارقام وبعدين كل واحد خارج اسمه يعني الدرجه اتندهت عملت ايه اللي بيعمل لي كده اللي بيعمل لي كده، قلت بس خلاص يعني الموضوع احنا يا ساقط زيهم يا جايب زي العيال. رحت بقى لقيت الراجل بينده هم بيخلص بعدين ايه وبعدين يعيد من اول. الناس واقفه في الشارع ولا واقفين يعني. وبعدين
لقيته بقى نادى اسمه قال لي ان انا جايب بقى المجموع دوت، فنسيت بقى لحد خالص قطع من دماغي. ورجعت البيت وقعدت اهيص يعني. رجعت لامي اول واحده طبعا يعني. ابويا الله يرحمه ما كانش يعني كان مبسوط طبعا، بس ما كانش في باله قوي الموضوع. لكن امي الله يرحمها ادتني فلوس وخدت اصحابي كده ورحنا هيصنا. لحد بقى بعد كده كلمتني قالت لي، قلت لها انا خلاص ثانوي خلص، انا داخل الجامعه بقى دلوقتي اشوف حد تاني تارجت جديد. لا خلاص، انا كنت فاكر ان هي يعني اصل انا ما كنتش فاهم يعني ايه واحد بيكلم واحده. ده حقيقي والله. كنت الاقي واد يقول لي انا خارج مع فلان، اقول له خارجين تعملوا ايه؟ يعني لغايه ما دخلنا الكليه يقول لي مثلا احنا داخلين السينما مع بنات، اقول لهم طب ليه مع بنات؟ ده حقيقي والله. يقول لي طب يقول لي عشان نبقى قاعدين مع بنات كده. طب ما انا يعني مش هتبسط. يقول لي قول له يا عم افرض عايز اعلق على حاجه، افرض عايز اعمل يعني ليه اقعد براحتي. اقعد. طب ما انا هتكسف منها وبعدين اضطر ادفع عليها كمان، انا اصلا مش لاقي. فكانت فكره ان انا مش عارف يعني ايه ولد. لما خلص ثانوي كلمتني قلت لها خلاص انا خلص، احنا في مرحله جديده بقى داخلنا اللي هي كليه، وندخل الكليه بقى ونشوف رحلات ثانيه. ويعني عدت الحاجات الحمد لله. برضو يوم ما نتنسيش يعني. بالنسبه للنتيجه، فاكر صناديق بيبس؟ صناديق بيبس طبعا كل الناس جابت دلوقتي ما عادش الموضوع ده موجود. صناديق بيبسي اللي هي يوم النتيجه لازم يبقى فيه بيبسي ونوزع على الناس وبتاع. 24 ازازه 6 جنيه. تبص تلاقي والله ده بقى جاب بيبسي، ده جاب 200 صندوقين بيبسي، وتلاقي تفتح والناس كلها تشرب والشارع كله فاكر. ايوه افتكر دي دلوقتي بس انا فاكر صندوق لونه ازرق بتاع بيبسي ده. وكل واحد بقى حسب قدرته بقى يدخلك وحسب يتعامل معاه. فاكر سبورت كولا. بعد كده التنسيق، طب كان ساعتها بيحصل ازاي؟ برضه رغبات وبريك؟ قبل بقى ما نخش في مرحله ثانوي، احنا في ثالثه ثانوي كنا بنروح المدرسه لغايه اخر 5 لازم منتظمين، لان اللي بيعدي نسبه الغياب لا بيتفصل وبيمتحن منازل. بيتفصل بجد. بجد مفيش حاجه اسمها عدد قيد، انت خلاص اتفصلت. فاحنا بنروح لغايه 30 31 5 احنا بنروح المدرسه. فزهقنا. امتحانات 24 6. احنا بنذاكر وتعبانين، فقررنا ان احنا يوم هنكت من المدرسه. ده اخر يوم؟ لا يعني قبلها بشويه. احنا عايزين بقى نخرج بقى شويه نفك شويه، عايزين نكت من المدرسه. طبعا انا قلت احنا كتنا رحنا فين؟ هيضحكوا الشباب بتوع المدرسه. رحنا الزيتون اكيد. لا خالص، احنا رحنا المتحف المصري اصلا. والله شوف الشباب بيحكوا والله العظيم كتنا رحنا المتحف المصري. يعني عايزين بقى عشان حتى برضه مرتبطين ده اللي هو ايه ده دلوقتي، ده اللي هو تحضير الدكتوراه بتوع الشباب بتوع دلوقتي. لا مش كده خالص. بما ان مراتي اكيد هتتفرج بتاعي، اول خروجه ليا مع مراتي كانت في الفالنتين، وديتها بانوراما حرب اكتوبر. والله العظيم احنا مش ناسيين، مش عارف ايه اللي دخلنا المكان ده. جو كان وحش جدا ولقينا بقى المكان كويس، فقلنا تعالى ندخل نشوف ايه يعني. دخلنا جوه قعدنا وقالت لي ما شاء الله يعني مش هنساها، كل ما نعدي قصادها لغايه دلوقتي فاكرها لك طبعا. انت بتمثل خصوصا نزلت في جاي. لا انا ما كتتش زيك، عمري ما كتت من المدرسه. عمر لا ولا عمري كتت من المدرسه. بس كانت الكته يعني المكان الرسمي للكت كان سينما زيتون. سينما زيتون كانت الدخول كانت مشهوره بكده اظن. الصاله بنص جنيه، البلكون بجنيه، بتطلع بتلاقي البوكس واقف بظهره عشان الناس اللي خارجه على، لان كانت بتقعد طول النهار بالجنيه ده عرض مستمر 3 أفلام، وتدخل تلاقي الناس جايبه كان بيحطوا الكشري في العيش وسندوتشات مش عارف ايه، يقعدوا ياكلوا، واليوم كله انا مقضيه في سينما زيتون. لا بس خد بالك برضه المتحف المصري عشان نشوف اجانب يعني. مش هدفنا. الحته بتاعت التنسيق كانت بتيجي ازاي؟ يعني هل هي زي دلوقتي ولا كان شويه بتبقى عارف من مجموعك انت هتخش ايه؟ يعني بتبقى واضحه خلاص ولا بتبقى برضه فيها سسبنس بتاع دلوقتي؟ انا عن نفسي انا كنت محدد، يعني انا محدد، انا مش عارف التانيين كانوا بيفكروا ازاي، بس انا كنت محدد. يعني انا عايز الماني، فكتبت ألسن الماني وبعديها تربيه عشان تبقى تربيه الماني، وبعد كده اي حاجه بالنسبه لي كانت مش فارقه. بس احنا عشان برضه الشباب يعرف، انا جاي في ثانويه عامه 76%، ما تقولوش فاشل، لا بالعكس. يعني كانت المرحله الاولى 70%. ولا ادبي و70%. المرحله الاولى اللي هو كل كليات الطب غالبا فوق الرقم ده. فوق الرقم. فانا 70 انا جايب 76%، يعني انا فوق المرحله الاولى ب 6%. ده رقم كبير يعني. ما لحقتش ألسن، لحقت تربيه، وده كان من فضل ربنا عليا الحمد لله، وممكن نقول بعد كده ليه. فانا بالنسبه لي بس فكره بقى انك تقعد تمسك الورق ولازم حد كبير يقعد معاك عشان بتلزق الطوابع، ولا اذا الطابع غلط تيجي تطلع الطابع يبوظ. كان موضوع صعب جدا. فاكر ايه مختي كنا بنقعد نكتبها بره الاول وبعد كده نبتدي نمشي واحده واحده. دلوقتي الشباب لا ممكن يخش يعمل تعديل رغبات كذا مره بالظبط. ولا انت فاكر بقى كنا نروح مكتب التنسيق
لازم المكتب بتاع عين شمس ده كان يوم بريد عذاب. اسمه ايه البوسطجي. كان يوم عذاب يعني. فاكر المشهد بتاع محمد هنيدي وعادل امام في الفيلم بتاع المنسي لما كانوا بيركبوا على شباك التجريب؟ احنا كنا كده ايوه صح. عشان نقدم الورق. يعني مصر كلها رايحه، القاهره كلها رايحه تجيب من كان يوم نفسه. عذاب، كان يوم عذاب، بس كان فرحه. ما اكيد خلاص بقى دخلت الكليه الحاجه اللي انا عايزها. مستر انا يعني وانا في ثالث ثانوي كنت شاطر في الانجليش، وبعدين مدرس الانجليش بتاعي قال لي انت لازم تبقى مدرس انجليش. فكاتب اول رغبه تربيه وثاني رغبه تربيه، وكان ساعتها تربيه عين شمس وتربيه حلوان بس. بعدين اداب كمل كده لغايه اداب. كل الناس بقى تقول لي، كان جاي لي كليه اعلام الحمد لله، وكنت انا بقى دحيح زي ما قلت لك يعني. فقلت لهم انا اصلا في الاخر خالص عايز ابقى مدرس يعني. فكل كتبته تربيه في تربيه عشان التدريس، وبعدين اداب في اداب في اداب في كل لغايه بعد كده كتبت بقى الحاجات اللي الناس بتكتبها اللي هي ألسن واقتصاد وعلوم سياسيه واعلام. بس انا برضه كان هدفي كله ان انا ادخل تربيه انجلش. بعد كده كنت حاسس اني لو مش تربيه انجلش مش عايز حاجه خالص، مش عايز اشتغل. لغايه ما ابويا الله يرحمه بقى قال لي حاجه، قال انا مش مهم عندي دخلت ايه، ادخل حقوق واطلع لي محامي ناجح، ما تدخلش طب واطلع لي دكتور فاشل. بالظبط، تفوق في الحاجه اللي انت هتعملها. انا اللي يهمني ان الناس تقول ده خالد ابن علي اللي شغال كذا الناجح. لكن كان حد يعني دايما كان يقول لي اوعى تدخل الدنيا وتخرج من غير ما حد ياخد باله منك. فطالما انت داخل كارير انت بتحبه خلاص يعني اكيد هتدي فيه كويس. وعشان كده دلوقتي بقينا نسمع جمله خطيره يعني، بقينا الناس تسال بعض انت شغال فين مش شغال ايه. يعني انت شغال فين؟ وساعات واحد تقول له انت شغال يقول لك انا شغال في شركه كذا، انا بقول لك انت شغال ايه؟ يعني كان الاول انت نفسك تطلع ايه، فيقول لك انا نفسي اطلع مثلا دكتور ظابط. نفسي اطلع. لكن دلوقتي يقول لك ايه، انا نفسي اتعلم في كذا، انا نفسي اشتغل في شركه كذا. فحكايه ان انا ابقى مدرس يبقى انا بقى داخل حاجه بحبها وهعمل الحاجه دي بمزاج وهطلع الموضوع كده كويس والحكايه كلها تطلع كويسه. لكن انا شغال في شركه بأدي حاجه روتينيه ولا حاجه لا. يعني الناس اللي ورا الكاميرا دلوقتي هو عمال يظبط الكاميرا ويعمل الكاميرا مع ان احنا اللي بنتصور، بس هو الراجل عايز يطلع الحاجه حلوه لان هو حاسس ان هو بيعمل اكله حلوه الناس تدوقها، الناس اللي تستمتع بطعمها. ممكن هو ما يدوقهاش اصلا بس هو حابب الموقف فمطلع الموقف زي ما انت حد بيصورك بيطلعك زي ما هو شايفك. هو انت عايز يطلعنا زي ما هو شايفنا عشان هو حابب الموضوع. فالحمد لله يعني. وده كان الاساس في الاختيار نفسه عشان ما نعديش الحته دي. تدريس. ايه الفرق اصلا ما بين اداب وتربيه؟ بص انا ربنا كرمني ودخلت تربيه عين شمس، وبعد ما خلصت تربيه عين شمس عملت دبلومه في تربيه عين شمس ومش عارف ايه، وبعدين قررت ادخل كليه اداب من الاول. وبعدين كنت مدرس خلاص يعني مدرس رسمي، فحد قال لي انت مجنون واصحابي، قلت له بص انا عايز اقعد اسمع اللي انا سمعته بس اسمعه وانا فاهم. فرق بشع ما بين انت بتسمع الحاجه لاول مره وانت لسه متلقي يعني لسه ما تعرفش عنها حاجه كده، وما بين ان انت بتسمع حاجه من حد انت عارف اصلا ان هو بيقولها فعمال بقى تتذوق دي وتحط على دي وتطلع. وحد بقى قال لي انت يعني ايه الفرق في ليه انا كخالد ما بين دي؟ قلت له تربيه بتطلع مدرس شاطر واداب بتطلع مدرس قوي. فانت ممكن تكون لو خريج اداب، انا بتكلم على التدريس، لو خريج اداب ممكن تكون مدرس من جوه قوي جدا بس القائك مش كويس. يعني انا عندي حته التكنيكال بتاعت اللغه لكن ممكن ما يكونش عندي حته بتاعت ان انا اشرح. لكن هل انت بقى واخد سيكولوجيه الطالب، واخد طول التدريس الميثودولوجي مش عارف ايه؟ لا دي بتاع التربيه يطلعها كويس جدا. لكن يعني ماده علميه، اداب بتبص الموضوع يعني ايه اكاديميكلي اكتر. طيب لو انا طالب وبختار ما بين تربيه واداب، هتدرس قولا واحدا تربيه. يعني لو انا داخل انا عايز اطلع مدرس، هدرس انجلش هدرس عربي مش عارف ايه، خلاص روح تربيه وانت مطمن وابعد عن اداب خالص. اداب بتديك فرص لحاجات تانية، يعني في اقسام في اداب مش موجوده في تربيه، زي ارشاد سياحي وزي اداب اعلام وزي مش عارف ايه الحاجات دي كلها. لكن لو انت دخلت اداب بس تقول انا هطلع ادرس بموهبتي كده، انت كده في الاخر لازم تروح تعمل دبلومه في تربيه. فلو هتدرس لا تربيه ومفيش كلام. طب انا عايز بقى مثلا اتعلم انجلش بس مش بقى انا ماليش في التدريس، انا عايز اشتغل حاجه تانية، لا يبقى تروح على. او لو مثلا مش مقرر لسه هل هيبقى تدريس ولا حاجه تانية؟ لا انا يمكن يمكن لا، يبقى السكه الاسهل ليك اداب وتطلعك. مع ان برضه دخول اداب دلوقتي في الانجليش بالذات اصعب من دخول تربيه. لازم درجه معينه في الانجليش. باسنج اكزام الاول، ده في ريتن اكزام وفي اورال اكزام وفي انترفيو، في درجه في الانجليش واسع. التربيه يعني ما فيهاش الريستريكشنز دي، بس مجموعه تربيه اكتر من مجموعه اداب. مجموعه تربيه بشكل عام ولا هي تربيه يعني تربيه عين شمس اداب عين شمس لا هتلاقي تربيه على طول. وبعد ما اخش الكليه اصلا في تنسيق داخلي عشان اخش عشان تدخل بقى انت داخل قسم ايه، بتعمل 3 رغبات او كام رغبه وبعدين بتقدم
وبناء عليه بيجي لك الرغبه اللي انت عايزها. حلو. فيعني ربنا معاك لو عايزين تدرسوا تربيه. ماشي يا مستر، رايك ايه، اداب ولا تربيه بقى؟ بما انك برضه خدت الموضوع من ناحيه تانية، انت كنت همك اللغه اكتر كمان. بص انا شايف ان اللغه اجتهاد ذاتي. انت ممكن تاخد لغه من اي مكان، بس اللغه في الاخر اجتهاد ذاتي. يعني ممكن تبقى خريج ألسن بس ما تبقاش قوي، ممكن تبقى خريج تربيه تبقى قوي جدا، خريج اداب تبقى قوي جدا. اللغه انا شايف ان اللغه اجتهاد ذاتي. بالنسبه للالماني تحديدا، تربيه عين شمس مش تحيز ان انا خريج تربيه عين شمس، بس قويه جدا لاسباب. انا دايما لما اجي ادرس لغه محتاج يبقى العدد قليل. دايما العدد في التربيه بقل بكتير جدا من ألسن واقل من اداب. دي ميزه هايله جدا. انت لما تبقى خريج تربيه انت عندك فرص تشتغل في كل حاجه لها علاقه باللغه، طالما انت قوي في اللغه، مقوي نفسك بالكورسات وتعاملك مع الالمان وكلامك، هي اجتهاد ذاتي. فبقى عندك كل الابواب مفتوحه. انا خريج تربيه، اول ما اشتغلت في السياحه، وعايز اقول لك ان انا ما قعدتش شهر في البيت. انا اتخرجت اشتغلت على طول بعد 15 يوم في اكبر شركه سياحه المانيه في مصر، وانا خريج تربيه. كانت اللغه الحمد لله كانت كويسه. تدريس متاح بالنسبه لي، ترجمه متاح بالنسبه لي، في كل حاجه متاح. بالنسبه للالماني انا شايف طبعا اداب القاهره في الالماني دي رقم واحد، لانها بتاخد خريجين المدارس الالمانيه بس. ولو خريج مدارس عاديه لازم تبقى محقق مستوى كويس عشان لكن دي خارج التصنيف. لكن انا بتكلم على العادي، فانا شايف ومش تحيز ان التربيه عين شمس ما زالت هي الاقوى، ويليها ألسن، ويليها بعد كده الاداب. ده الهدف، اللغه الالماني نفسه ان هو يطلع بشكل قوي. بس التربيه، الفكر في التربيه ما زال ان احنا بندرس زي المانيا. يعني احنا درسنا بالظبط زي ما الناس بتدرس في المانيا. انا ما كانش عندي حاجه اسمها دكتور منزل كتاب خالص. احنا كان بيدرسونا اجانب مع المصريين. كان بيخش الدكتور، احنا هناخد الترم ده هنتكلم عن الادب الالماني في القرن ال 18، هناخد بقى ادب وناخد تاريخ وناخد اجتماع بتاع المانيا في القرن ال 18. المكتبه عندكم ما كانش فيه نت، المكتبه عندكم خشوا وطلعوا من الكتب وتعالوا نتناقش، ونقعد طول الترم بنتناقش في الكلام ده. ومن هنا بنتعلم لغه وبناخد الماده العلميه وبنعرف الممارسه وكل حاجه. ده اللي بيحصل في المانيا، ده اللي بيحصل في المانيا. وكان الدكاتره الالمان كانوا دايما يقول لك ايه، انت لو قلت الراي اللي انا قلته هرجعك واديك مقبول. لو قلت راي 180 درجه، يعني على فكره 180 مش 360 يا شباب، يعني 180 ده هو العكس، 180 درجه عكس رايي كويس، واديتني تفنيد للكلام ده وبرهان على الكلام ده واللي انت فكرت في كده، هديك امتياز عشان يخليني ان انا افكر. فانا لا، في تربيه اوكي. الجزء ده بالذات بحس ان هو الصدمه الحضاريه اللي بتحصل للطلبه ما بين ثانوي وكليه، بالذات في الكليات العمليه، ان هو بيبقى داخل متعود ان هو لا في اجابه واحده، يكتشف ان هو لا، انا محتاج اكتب ومحتاج يبقى لي اسلوب ومحتاج الدكتور. بس بالنسبه للصدمه ونصيحه لكل الناس اللي بتسمعني، اصعب سنه في الكليه هي اول سنه. النقله من ثانوي لجامعه دي بتبقى صعبه جدا. طالما عديت اول سنه دي بشكل كويس، قلنا معاك الدنيا هتبقى اسهل. احنا كان عندنا مشكله اكبر، احنا دخلنا واخدين الثانوي العادي الالماني عادي، دخلنا لقينا اللي بتدرس لنا المانيه، يعني كذا واحده بس بيتكلموا الماني بس، ما فيش عربي اصلا، واحنا مضطرين نقعد 4 ساعات. انت مجبر تسمع كل التفاصيل بالالماني، مش فاهم حاجه. واول حاجه بتيجي في بالك انا مش هعرف، انا همشي. لكن لا، الموضوع في ناس حولت كتير من اللغات يعني. يعني بعد ما دخلنا يعني دخلت للدكتوره بتقول مفيش كلام، الناس خرجت قالت لا انا رايحه، انا ايه اللي وجع قلبي؟ اي حاجه. 4 ساعات 4 ساعات فاهم 10 دقايق، يعني المجموع اللي فهمته 10 دقايق والباقي كله انت مش فاهم حاجه. دي كانت البدايه، بس لو ما كانوش عملوا معانا كده ما كناش اتعلمنا كويس. بالظبط. انا بشوف ان هو انت تتحط في الامر الواقع وتبتدي تسرفايف انت بقى، وتبتدي تحاول تنجو من الموضوع، هو ده بيبقى الحل. يعني برضه لما دخلنا هندسه، انا كنت بدرس رياضه بالعربي، فيزياء بالعربي، كل الكلام ده تخش تاخده في اعدادي هندسه، اول محاضرتين بتاخد فيهم منهج رياضه اللي خدته مثلا كله، بس كله انجليش، كله مصطلحات، كله كذا، وفعلا كان بيبقى معانا ناس كتير بتقع، بس انت مع الوقت بتتعود ان هو انا والله قدامي كتاب، قدامي مصطلحات، يلا نطلع الكلام ده ونشوف. هو انا فكرت كده وبقول للناس كلها يعني فكر بالشكل ده. طب انا عايز امشي، طب اللي هيكمل ده احسن مني فيه؟ ما هو اكيد ناس هتكمل، واللي هيكمل ده مش زايد عني في حاجه. لا، طالما في حد قادر يكمل يبقى انا كمان قادر ان انا اكمل. اوعى تيأس بسرعه، لا، حاول وجرب لا، ده هروب وجبنه، وهتبقى طول عمرك بتهرب. في الشغل على فكره لما تخش مجال الشغل هتحس في الاول انك برضه مش فاهم حاجه وانك مش هتعرف تأدي، هتهرب كل حاجه، هتهرب. اول الجواز هتلاقي نفسك عايز تهرب، يلا تتجوز، هنروح للجواز. فلا، ده هروب وضعف يعني. مستر خالد، شايف
الطلبه اللي بتشوف ان هو دلوقتي في الثانويه العامه بيخلص الصعب او اصعب حاجه في حياته، ان اللي جاي كله حلو. ده شايف بس ايه؟ اقول لك حاجه، الثانويه العامه دي ايه؟ السلطه اللي قبل الاكل يعني كانك دخلت مطعم وطالب اكله حلوه كده جامده، جالك السلطه فانت اسست السلطه وبعدين داخل على الاكل يعني. آه، بس هي مشكلتها مش في صعوبتها، مشكلتها ان هم كلهم حاطين في بالهم ان هي دي، لو انا جبت سكور عالي يبقى انا كده خلاص انا شاطر وانا كويس، ولو ما جبتش سكور عالي يبقى ولا الموضوع مش بقى كده خالص. بالعكس، انا ممكن في الثانويه العامه ديت احس ان انا بذلت كل جهدي وانا خلاص ما عنديش جهد تاني، خلاص ادخل الكليه ريستارت. يعني احنا بنعمل ريستارت في الجامعه يعني. زي ما مستر احمد قال دي اول سنه دي اصعب سنه في الدنيا كلها. طب انا عايز اقول لك بقى ان انا كانت مشكلتي في الكليه ما كانش الانجليزي، انا كانت مشكلتي الفرنساوي. لان كنت في الثانوي حمار في الفرنساوي. دخلت الكليه قالوا لازم تاخد لغه ثانيه. طب اللغه الثانيه ايه؟ قالوا لي برضه فرنساوي. وانا مش عارف بيقولوا ايه اصلا يعني، لوا واللوي مش عارف ايه. رحت للدكتور برضه قلت له طب انا في ثانوي عانيت زي ما الناس بتعاني دلوقتي. قال لي بص اقعد اتفرج على حاجات فرنساوي. قلت له مفيش حاجه بتيجي في التلفزيون فرنساوي زي غير النشر. قال لي بس اتفرج كل يوم على النشر وتعالى لي بكره كده قول لي ايه انت فهمت ايه من النشر. والله العظيم محمد قعدت اشغل النشره دي ما فهمتش منها غير كلمتين: عاطف سبكي وحسني مبارك. والله ما فهمت منها غير الكلمتين دول. ورحت له قال لي ايه؟ قلت له انا ما فهمتش. مع الوقت برضه اكتشفت ان الحكايه لا، انت محتاج تقعد كده تروق نفسك وتقعد تمسك وما تقعدش وانت مصدق انك مش هتعملها. اقعد وانت الموضوع كده هتتعمل في الاخر خلاص هتتعمل. هم دلوقتي اللي بيجهزوا بقى دلوقتي خلاص انا نتيجتي السنه وطلعت، هتشوف على الفيسبوك بعد ما طلعت نتيجه قاعد بقى دلوقتي بفكر طب انا داخل الكليه. ناس منهم فاكره ان داخل الكليه خلاص انا داخل للمرطعه بقى، يعني داخل الكليه ديت كافيتيريا واكل وشرب وهم. وناس ثانيه داخله الكليه باصحابهم اللي عملوا لهم هندسه وسواد هندسه وي. فده شايف كده وده شايف كده. هي زي ايه اقول لك، انا عارف لما تكون نازل البحر وواحد يقعد تطش عليك وتقعد ترجع كده شويه، هي حلاوتها ان انت تنزل مره واحده غطس كده مره واحده. هم يدخلوا طبعا الصدمه الاولى في الكليه التخصص، انك فاكر كده تلاقي نفسك بتاخد كل حاجه قرار واحد موضوع كل حاجه واحده. يعني انا كنت بتضايق من الرياضه زي ما انت بتقول في الثانوي لقيت كله رياضه، يعني لقيت المواضيع كلها رياضه. يعني احنا مثلا عندنا ساعات بيزعلوا من الجرامر. احنا اول سنه جرامر في الكليه لقيت الدكتور بيقول احنا الترم ده هناخد الفيرب. قلت لها يعني ايه الترم ده؟ قالت لي يعني الترم ده هناخد الفيرب. قلت لها الترم كله يعني بعدين لقيت من كتاب كده كبير اسمه بارتس اوف سبيتش، بعدين بقول لها ايه ده؟ قالت لي هناخد يعني ايه ناون ويعني ايه فيرب. قلت لها طب ما ناخد الناون. قالت لي لا الناون ده الترم الثاني بقى. فاكتشفت ان انا ترم كامل باخد يعني ايه فيرب بس وانواع الفيرب، وبعدين حسيت ان التخصص ده حاجه بشعه. وبرضه نفس الاكتشاف ان الموضوع مش موضوع ان انا شاطر ولا مش شاطر، موضوع ان انا كلام بقى مستر احمد انا بعمل اللي عليا وبشتغل على نفسي وعمال اطور نفسي. وبعدين دي بقى كارثه ثانيه، ان في ثانوي احنا كنا بنحط له حاجات في بقهم كده، يعني بنديله ملزمه وبنديله هوم ورك ومنظمين له الموضوع. هناك بقى الحكايه مفتوحه على الاخر. عارف الكومنتات بتاع الطلبه اعدادي هندسه ممكن بيخشوا يتريقوا ويقول لك ايه هو ازاي الامتياز من 85% ده 100% هجيب امتياز. لا مفيش نكتشف الموضوع. انا اول محاضره ليا دراما المسرحيات، الدكتور قال لنا احنا عندنا مسرحيه اسمها ذا اولد مان اند ذا سي. يلا يا اولاد ادخلوا انزلوا البتاع ده واشتروها وروحوا على المره الجايه خلاص. فانا قلت انزل اشتري، لقيت بقى نزلت لقيت بتاع قد كده. فروحت البيت لقيتها 1000 ومش عارف ايه صفحه. فقلت اكيد هو بيهرج، يعني مش ممكن يكون بيقول لنا اقراوا تعالوا. فخدتها تاني، رحت بقى الاسبوع اللي بعدها حطيتها بقى وداخل المحاضره. دخل الدكتور قال مين قرا؟ رفع ايده مثلا كنا 600، رفع ايده 20 واحد. قال بقى اطلع بره وشي كده على طول. خرجنا بره وقعد له 20 واحد يتناقش معاهم. وبعدين خرجنا في الموضوع قال لنا الدكتور حط لنا نصيحه ثانيه. قلت له طب قال له خلصت. قلت له خلصت فين؟ قال هو ناقشنا. فعرفت ان الحكايه ما بقتش ده في واجب وفي خالص. لا بالظبط، انت اشتغل على نفسك خلاص استفدت. انت اهم واحد في الموضوع. رايك يا مستر الكليه اصعب ولا اسهل؟ هو اصلا حد المفروض يفكر فيها كده؟ انا بعتبر الثانويه العامه دي اول الطريق مش اخر الطريق. دي اول الطريق. دي الحاجه الثانيه، انت في ثانويه عامه في حاجات بتاخدها مجبر انك تاخدها عشان تعدي مرحله. انت في الجامعه بتدرس الحاجه اللي هتشتغل بيها طول عمرك، فانت هتفضل طول عمرك فاهم ولا تفضل طول عمرك مش فاهم. يعني انا لو انا في الجامعه عديت ونجحت ومقبول وخلاص وخلصت، انا هطلع اشتغل بعد كده هفضل طول عمري ضعيف. طول عمري هبقى دكتور ضعيف، مهندس ضعيف، مدرس ضعيف.
او طول عمري هبقى ناجح، طول عمري هبقى قوي. فهي دي مرحله الجامعه. لا بس يا احمد انت مش هتبقى اصلا دلوقتي، يعني في اللي احنا فيه ده دلوقتي انت مش هتبقى اصلا. يعني دلوقتي انت لو ما قعدتش تدوس على نفسك، لان ده انت بتتعلم الحاجه وتاني يوم بتكتشف انها خلصت. عشان كده بقول الثانويه العامه دي اول الطريق. انت الطريق بقى، والطريق ده يعني لغايه كده الى ما لا نهايه. ده اول الطريق، ده مش اخر الطريق. الجامعه لا، الجامعه عايزه، وزي ما الناس فاهمه ان انا خلاص هخلص ثانويه عامه بقى، انا خلاص استريحت في الجامعه. بالعكس، انت لازم فتره الجامعه دي تستغلها كويس جدا. دي فتره انا بعتبرها زي السفنجه، عماله بتمص الميه بتمص الميه بتمص الميه، عشان كل ده مخزون عندك لبقيه عمرك. لبقيه عمرك. يعني مثلا خالد ممكن ياكد الكلام ده، ممكن يبقى في معلومه سمعناها مره في محاضره في اولى كليه، في ثانيه كليه، ونكتشف واحنا بندرس بناء على سؤال الطلبه ان المعلومه دي هي اللي فادتني دلوقتي ان انا اعرف اجاوب. ايوه على صح؟ انت قالت لي ليه بنقول unhappy و impossible؟ ما نقولش ليه unpossible. بعدين قلت لها طب مش تفهمي، طبعا اخدتها في الفوناتكس في الكليه، يعني مخرج الصوت ده منين من بقي. بعدين قلت طب يعني الموضوع فعلا وعشان كده يعني مع اعتذاري يعني لما ببقى في اللغه بالذات، يعني لو اللي بيدرس ده مش متخصص وما عندوش الخلفيه اللي المفروض ابقى واقف بيها قصاد الطالب، دي بتبقى بتعمل كوارث للعيال نفسها. لان انت يعني احنا مش بندرس منهج، احنا بندرس لغه للاسف يعني. فتلاقي الموضوع طالع يعني ردود على اسئله زي دي وانا مش فاهم الموضوع، اكيد هطلع حاجات خزعبليه، يعني هقول اي كلام في اي حاجه خالص. فلا كلام يعني كليه على قد ما انت بتديلها، هي بتديلها بقى من وقتك ومن جهدك ومن تركيزك ومن هتلاقي بقى الناتج ده بعد كده. في ناس تقول لا طب بس احنا بناخده في الكليات بنطلع بره مش بنلاقيه. ما الناس اللي بتروح جيم دي مش بتروح جيم عشان تتخانق. يعني انا مش بروح العب جيم عشان انزل في الشارع اضرب الناس يعني. بس انا بتلعب رياضه مدياك ثقه في نفسك ومدياك، فانت برضو وانت قاعد وعندك معلومه، حتى طريقه ردودك على الناس انت عارف انت بترد وانت واقف على ارض صلبه. انت ادرى مني بكده، انت راجل مهندس. هو لا انا دايما بشوف ان الحته دي الكليات بالذات دلوقتي ما بقتش يعني قليل قوي كليه زي طب زي كذا زي كذا، لو انا لازم عشان اطلع دكتور اخدها من سكه ان اخش كليه الطب. لكن لو جينا نبص للوظائف اللي بتطلب، 80% من الوظائف مش مرتبطه باي كليه. يعني انا لما باجي اعين حد في التسويق مش بقول له انت كليه ايه، لازم تبقى فيها كذا بالظبط. لما اجي اقول له الشباب بتوع التصوير او الايديتنج او كذا، غالبا اصلا الناس اللي بتبقى جايه من كليات الفنيه فنون تطبيقيه وفنون كذا بيبقوا دارسين تصوير، بس بيبقوا مش هم المناسبين، يعني بيبقى واخدها من حته معينه. فهي معظم الكليات اصلا معتمده على اللي انت قادر تعمله من خبرتك ومن اللي انت اتطورت فيه واللي انت اتدربت عليه. والكليه مفيده، يعني اللي دخل في هندسه وطلع يشتغل، اللي دخل في الكليات الفنيه وطلع يشتغل هيستفيد، بس اكتر في الحاجات السوفت سكيلز، اكتر في الحاجات ان هو يبقى فاهم النو هاو، ازاي دي جت ودي ما جاتش ليه ودي تيجي ازاي وهكذا. عارف لما الناس بتيجي تقارن ميسي وكريستيانو، تقول لك ميسي ربنا مديها له كده، يعني هو ربنا خلقه بالكره بتحبه. كريستيانو موت نفسه، فبرضه هو في طالب داخل، هو ربنا يعني في طلبه عندي في ثانوي اللغه عندهم فلوينسي فظيعه، هي بتتكلم انجلش احسن مننا كلنا، بس هي مش فاهم، ما اشتغلش على الموضوع. بتسمع اغاني كتير، بتتفرج على افلام كتير، فالموضوع ماشي معاك. وفي ناس عيني خارجه من المدرسه اللي هم يجو تو سكول بيكوز مش عارف ايه، بس هي بقى قعدت تموت في نفسها وي فطلعت الاثنين لو راحوا نفس المكان اول حاجه هتسال عليها انت هتقدمي لي ايه، انا هقدم لك كذا اللي انت بتقدميه ده انا محتاجه خلاص. طب انا معايا شركه يبقى ماشي. لكن احنا بنقول مش بنقول ان الكليه هي اللي بتدينا حاجه، بنقول احنا لما بناخد السورس من الكليه ده بنطور نفسنا فيه ازاي، يعني عملنا ايه بقى احنا بعد ما اخدناه، يعني الباك جراوند اللي عندنا ديت احنا عملنا بيها ايه، ولا انا اتعلمت وقعدت اقول وراه واكتب والموضوع خلص. دي الكارثه بقى اصلا، ان انت خريج انا خريج هندسه، اقعد بس اتكلم معاه في اي حاجه في اي موضوع في الدنيا ليه علاقه بالهندسه ولا خلاص هو خد الشهاده وخرج بيها يعني. عشان كده انا بقول للناس وانت في الكليه ما تبقاش بتذاكر عشان تنجح، لا انت بتذاكر عشان تحصل معلومات اكتر، هتشتغل بيه طول عمرك يعني. وبرضه عشان خدوا بالكم، يعني ده مش معنى انك في الكليه تبقى قاطع للمذاكره وتبقى حاجه، لا خالص. يعني انا شخصيا انا كنت مواظب جدا في الحضور، لان احنا كان عددنا 30 في اي محاضره مش يعني خلاص بيبان. ما اشتغلتش جوه المحاضره خلاص بيبان. كنت في اتحاد طلبه، كنت اكتف جدا في اتحاد طلبه، وكنت عامل زي اسره، كنت بطلع رحلات، كنت بخلص كليه واروح اقابل الالمان عشان
براكتس لانجوج، امارس المره دي نبراكتس بقى لا ازاي بقى. انا سمعت بقابل دي لا انا عايز لغه، انا عايز اتعلم لغه، انا هطلع اشتغل في السياحه فلازم اكون بتكلم كويس. اليوم 24 ساعه، انا كنت بستغل ال 24 ساعه كويس جدا، ما كنتش بقصر في حاجه ولا بقصر في حاجه. يعني كان عندنا في القسم رافضين فكره ان يبقى في حد من القسم، ان احنا عايزين هيفي ديوتي في القسم، ان يبقى في حد في الطلبه. انا بتهيألي غيرت الفكره دي في القسم عندي، لان كمان بشارك في مسابقه الطالب المثالي واكسب وافوز فيها وبتاع. الفكر اتغير يعني في القسم، ان لا ان واحد قادر يعمل ده كله. انت فزت في طالب مثال؟ اه انا ما فزتش بس خدت الكاس، كان واد اسمه فرغلي كسب كده، خدت الكاس وخدت البتاع دي وصورت ورحت لا قلت امي لغايه ما ماتت كان في مكان طالب مثال. والله لازم نصور بالكاس. انا وصاحبي اسمه ابراهيم احنا الاثنين. انا عندي صور. لا انا عندي الصور لو على الصور فاصل ال 24 ساعه لو الواحد يعرف ينظم كويس هيعرف يعمل حاجات كتير جدا. وبص انت ضيعت كتير فعلا، لكن لا اليوم 24 ساعه تقدر تعمل فيه حاجات كتير جدا جدا جدا، مش بس قاطع للمذاكره. حلو. التويست بقى بتاع ان احنا حضرتك ابتديت في الحته بتاعت السياحه وبعد كده التدريس، دي جت ازاي؟ دي جت ازاي؟ وانا في الكليه كنت بدي دروس ثالثه ورابعه بشكل بروفيشنال. دروس اللي بتوع الكليه نفسهم؟ لا ولا ثانوي. اه. وانا في دماغي ان انا هشتغل في السياحه، بس برضه انا دايما طول عمري بفكر في بلان ايه وبلان بي وبلان سي، ده طول عمري. فانا هشتغل في السياحه، بس انا ممكن اشتغل في التدريس، تبقى بلان بي بالنسبه لي. فكنت بدي دروس، وعشان كنت بقابل المان كتير وبخرج معاهم وبنظم لهم برامج سياحيه، وبنظم فعلا برامج سياحيه للناس واطلع بيهم، فبرضه بقت عندي خلفيه بالسياحه. والاثنين نفعوني على فكره لما جيت اشتغل بعد كده. يعني لما جيت عملت انترفيو في شركه سياحه اتقابلت من اول مره، رغم ان انا كان عندي جيش والمفروض ما كانوش ياخدوني، بس انا كان جيشي بعد سنه. فقالوا لا احنا عايزينك السنه دي، وبعد ما تخلص جيش بقى تبدا نعمل لك تامينات يعني. وده لان انا كان عندي خبره في التعامل مع الاجانب، ده محتاج خبره مش لغه وبس. لغه زائد خبره، ازاي تعرف المينتاليتي وتفهم المينتاليتي. كوميونيكيشن سكيلز بقى، تواصل معاهم ازاي، والمينتاليتي هما بيفكروا ازاي هو الكلمه دي تقولها وما تقولش الكلمه دي، تقول الجمله دي وما تقولش الجمله دي، ممكن تبقى متعلم الاثنين اكاديميك. فانا شغال، خلصت اشتغلت في السياحه على طول بعد 15 يوم. اشتغلت شركه هايله واشتغلت شغل حلو جدا جدا جدا، ثم دخلت الجيش. وانا في الجيش السياحه اتضربت، كان في حادثه كده ربنا لا يعودها في الاقصر، والسياحه اتضربت. وانا في الجيش كنت بدي دروس، ما قعدتش برضه، فبقيت انا شغال بدي دروس وزمايلي في السياحه قاعدين في البيت. فساعتها حسيت ان السياحه لا يعتمد عليها، ان السياحه دي اب اند داون. يعني ممكن ابقى شغال سيزون حلو جدا جدا ومستقر وكل حاجه، فبعد كده الدنيا هتقع، فمفيش استابيليتي. بس فمن هنا بقى قررت ان انا طبعا فكرت ان انا اسافر المانيا، وكنت هطلع اعيش في المانيا، وبعد كده غيرت رايي، فاهم؟ والحمد لله ان كل القرارات اللي خدتها الحمد لله ربنا كان موفقني فيها. الحمد لله. ماشي، استخيل بدأنا في حته التدريس ازاي؟ لا بلاش. ليه؟ اول تدريس درست جارة مامتي، يعني كان عندها عيل كده في ابتدائي، فبعتته لي قالت لي انا عايزك تدي الواد ده درس ومش عارف ايه. الواد قاعد هيلعب يعني على الحمار مش فاهم كويس، وبنتها كمان. وبعدين قعدت الشهر كله بيجوا لي البيت واقعد اشرح لهم، وانا بقى بجرب لسه برضه كنت في ثالثه تقريبا او حاجه. في اخر الشهر بعتت لي حاجه فظيعه جدا، بعتت لي لتر بيبسي والله العظيم. وبعدين عمال افكر ايه يعني يبقى تدريس، فقلت دي الحلاوه يعني. قلت الواد جاب درجه في الشهر حلوه ولا حاجه، فبعت لها قلت لها معلش هو ايه ده؟ قالت لي ده الفلوس. فقلت لها طب والله يا محمد والله يا محمد. فقلت لها يعني فين؟ قالت لي باللفظ كده، قالت لي ده اخرك. قلت لها انا امي بقى يعني كانت مستنيه طبعا، فقلت لهم هجهزوا كوبايات بقى عشان كل واحد ايه ياخد. بعدين واحد صاحبي اخوه جاب ملحق في اولى ثانوي، فقال له اقعد ذاكر له. قلت له يا عم انا هوديه في ده يعني. قال لي بس اقعد ذاكر. انا ذاكرت، الواد نجح. انا الواد السنه اللي بعدها جاب لي اصحابه لموا شويه، جاب جارتنا مش عارف عملت ايه، والموضوع بتاعت البيبسي؟ لا بتاعت البيبسي الناس دي خلاص لا سعيد. فالموضوع مشي. بعدين بقى كان في مدرس اسمه خالد عبد الهادي الله يرحمه، كان بيدي في سنتر كده، اكيد درس لك طبعا، كنت باخد مع حضرتك ومعاك. كان بيدي في مكان كده يعني في مسجد، فقال لي انا عايزك تيجي تدي معانا بس. وبعدين بدات لقيت ان الموضوع يعني
يعني حكايه ان انا اقف اشرح دي مش حاجه سهله ابدا. يعني حكايه ان انت تملى دماغ حد بحاجه، انا بقول للناس دلوقتي المدرس مهندس عقول، طلع مش حاجه بسيطه يعني. اوكي. ان الموضوع تروح من ابسط طريقه وانك تديله الحاجه كامله وانك تعمل لا الحكايه يعني مش سهله يعني. بس المسجد ده بقى جالي بناء عليه سنتر تاني بحبه اسمه سنتر البشري وهكذا لغايه ما يعني ربنا كرمنا يعني ولغايه دلوقتي. انا عندي بقى سؤال ليك انت، مش انت عمال تسالني الطلبه بتقعد تسالني طيب انا نفسي ادخل هندسه، احنا عايزينك انت بقى كده عشان حتى الناس اللي لسه طالعه عايزين في 3 يعني بوينتس كده تقول اقصر طريق لهندسه ايه؟ هو مش اقصر طريق لهندسه، هي هندسه مشكلتها ان هي زيها زي كل التخصصات التانية، هي من جواها فيها تخصصات كتير قوي. يعني على سبيل المثال حلم الدفعه بتاعتنا كلها او دفعات كامله حته هندسه بترول. الناس بعد ما تخش هندسه بترول تكتشف ان من جوه في بترول وفي تعدين وفي وبترول دي بتاخد اول مش عارف 80 واحد اول 70 واحد، والباقي للاسف الشغل بتاعه مش موجود، ما فيش شغل اصلا موجود. التخصصات كلها فبقت الكليه اتحولت من كليه حلم الناس كتير ان هي بقت لا، ما مش كتير اصلا بيسعى ليها، في حين ان هو انا اصلا ممكن يعني 3/4 زمايلي بتوع كليه هندسه كهرباء وكنترول وشغالين في شركات بترول. فما بقاش الطريق اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه، ما بقاش الطريق بس ان انا لازم اخش القسم ده في الحته دي. ده حاجه. حته الاقسام الداخليه انا بعرف انا عايز اروح لفين اصلا، مش عايز اروح لفين ولا كشغل انت تقول له يعني انت دلوقتي وانت بره الموضوع انا خارج المنظومه. انا دلوقتي لو حد جه يكلمني قال لي ادخل كليه ايه ولا لا ما تقوليش ادخل كليه ايه، قول لي تخصص ايه كليه توديني اشتغل ايه. لان كمان هندسه هي كلمه عامه قوي يعني. انا قول لي انت بقى يعني في القاهره مثلا، في جامعه القاهره هتلاقي فيها اقسام، في عين شمس اقسام، في اسكندريه اقسام، في العاشر مثلا اقسام وهكذا. فهو انا التخصص هو اللي بيحدد لي الجامعه اصلا نفسها. احنا في العاشر من رمضان مثلا كان في قسم اسمه ميكاترونكس. ميكاترونكس ده يعتبر قسم جديد يشمل الكهرباء وميكانيكا الاثنين في بعض، بيدرسوا الاثنين، وده مهم جدا للمصانع ومهم جدا للناس اللي شغاله في المجال ده. غالبا بعد القسم ده بقى موجود في ناس كتير من اللي كانت ميكانيكا ما بقتش تشتغل والعكس، وكهرباء وهكذا. بالظبط. فهو الفكره كلها في كده، انا عايز اروح لفين. يعني انا واحد زي مثلا بعد ما دخلت هندسه اكتشفت ان انا خدت قرار غلط، ان انا دخول هندسه نفسها اصلا لان انا كنت اصلا عايز اتخصص في حته البرمجه. دخلت نظم معلومات بالظبط. فهي دي الفكره، ان هو الواحد كان متخيل زمان ان هو عشان مهندس فانت مهندس برمجه هتبقى من هندسه نفسها. لكن اكتشفت ان القسم بتاعي هو في جزء برمجه بس، انا مثلا خدت 7-8 مواد هم اللي لهم علاقه بالبرمجه كلهم جبت فيهم امتياز، في حين ان في 3 اقسام تانية اتصالات والكترونكس وكذا لا كنت ما بحبهمش اصلا، مش حابب المواد يعني. مش حابب لو رتبنا لهم كده الحاجات اللي السوق طالبها دلوقتي، هندسه 1 2 3 كده. حلو. خلينا نقول السوق دلوقتي جزء كبير منه بيتكلم في حته البرمجه او الحته، فدي اصلا حاسبات ومعلومات. مش هندسه اصلا بالظبط. يعني اللي حابب الحته دي حاسبات ومعلومات هي السكه بتاعتها. ليه؟ لان انا اخش ادرس 4 سنين تخصص، لكن انا في اقوى هندسه يعني هندسه عين شمس وهندسه القاهره دلوقتي فيهم قسم اسمه حاسبات جوه الكليه. بس في الاخر انا هدرس على حسب اختلاف الكليه، هدرس 2 سنين، هدرس 3، هدرس سنه، لكن مش متخصص فيها بشكل كامل، هدرس حاجات تانية كتير جنبها. ممكن اعمل جمله اعتراضيه هنا. حسب معلوماتي ان في شركات سوفت وير كتير المانيه شغاله في مصر ومحتاجه ناس يكونوا دارسين ويكونوا معاهم الماني وبيدوا مرتبات خياليه. انت بما انك في الفيلد الكلام ده مظبوط ولا لا طبعا هي كده هي، ما دي الفكره. عشان كده كنت بتكلم في حته ان التخصص والتفاصيل مش بس فكره ان انا اخش كليه ايه. لا انا في ناس من واحنا في الكليه بيروحوا يدرسوا الماني وبيجي لهم منح في المانيا، ودول حياتهم بتختلف خلاص 180 درجه في كل حاجه. لان هو مش بس عشان هو مهندس شاطر، لا مهندس شاطر مع لغه مكنته انه يخش بلد الهندسه اصلا المانيا، معاه راح خد هناك بعثه وخد خبره اثناء وهو في الكليه. فهي لا بتفرق طبعا. وموجود اللغه سواء انجلش سواء الماني، لان هم دول اكتر حاجات. الياباني عشان اليابان برضو كانت من الحاجات اللي فيها بعث كتير وحاجات مفيده للناس. عشان كده ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان هو كوليكشن حاجات مع بعضها. فاحنا حاسبات عشان حته الناس اللي عايزه تخش برمجه، الجزء بتاع الناس اللي حابه الالكترونكس ودي ليها شغل كتير في مصر. يعني في شركات زي فاليو ومنتو جرافيكس وحاجات زي كده، دي شركات بتشتغل على حاجات ليها علاقه بالعربيات، ليها علاقه بالمصانع، ليها علاقه بالحاجات اللي زي كده. فده بياخدوا قسمين، قسم كهرباء وقسم ميكاترونكس كده او كده. طيب لو مستر احمد بقى بنرتب للطلبه كده دماغهم
انا طالب ثانويه عامه دلوقتي وقاعد اعمل تنسيق يعني قاعد قدام اللابتوب بتاعي وبعمل التنسيق، وانت والده او انت اخوه او صاحبه او اي حاجه خالص، وتقول له يا ابني بص انت طالب علمي عايزين نبعد عن طب وهندسه اللي هي الحاجات اللي كل الناس بتدور عليها دي، ونروح للجزء اللي في النص ده اللي هي ايه، يعني مش الاهلي والزمالك بتوع بس مش الاهلي والزمالك دلوقتي بقى الاهلي وبيراميدز، مش الاهلي والزمالك مش الاهلي والزمالك بتوع الكليات، يعني احنا بنتكلم على الكليات الثانيه. ترتب له دماغه ازاي؟ انا حسابات معلومات، يعني انا ابن صديقي انا رشحت له حسابات معلومات مش هندسه بالظبط. وقلت له على موضوع الالماني ده لان فعلا هو ده. وبعدين خد بالك حسابات المعلومات دي جوكر دلوقتي. يعني ما فيش اي شركه في مصر او اي حاجه غير ما محتاجه ناس بتوع اي تي هي مجال الشغل. انا دايما رابطها بمجال الشغل يعني. الفنون التطبيقيه وثم اللغات. انا لو بنصح حد يعمل حاجه زي كده. يعني انا لو طالب ادبي طبيعي جدا بكتب في الاول ألسن واقتصاد وعلوم سياسيه واعلام، ده الحبه اللي هم بيتكلموا فوق دول. بعدين برضه حاسبات موجوده من ادبي دلوقتي ولا بعيده دي؟ لا هي موجوده تقريبا من علمي علوم بس بيبقى قصه ما اعرفش مش متاكد يعني، لكن هي بس سمعت بس علم رياضي الاساسي. اللغات طبعا، كليات عسكريه طبعا يقدم كليات عسكريه لو انت يعني برضه لو حابب برضه فكره، لان انا شفت ناس قدمت ودخلت وندمانه قادر لو قادر لان الموضوع مختلف تماما حابب دي كله حابب. لكن انا ساعات يعني بيجي طالب يقول اصل انا داخل كليه عسكريه وهو يعني بيخاف يطفي النور، يعني انت لا والعيشه نفسها مختلفه تماما يعني خلاص. وان لو غاب عن البيت شويه مامته تتصل بيه والحقني يعني انت اتاخرت. لا يعني هو الكليه العسكريه لا انا قد موقف، لان حتى اصحابنا اللي شغالين في الموضوع والناس اللي دخلت لا الموضوع مش سهل. يعني هو في باله ان الضابط ده اللي شايفه قصاده انا ضابط، ايوه في ورا ده الراجل ده وصل هنا بمجهود وسنين وتعب ولغايه دلوقتي عايش خارج من بيته مش عارف راجع ولا لا يعني وحياته مختلفه مش كل تفاصيل وقته مش ملكه وتفاصيله مش ملكه وهكذا. اللغات طبعا برضو دي من حاجات كويسه. في بقى اقسام يعني انا ما جبتش مثلا طب وصيدله وعندي علوم بقت فيها اقسام كويسه جدا، زراعه بقى فيها اقسام كويسه جدا زراعه كويسه جدا فيها اقسام كويسه جدا. الكليات بتاعه الفنون التطبيقيه والفنون الجميله برضو دي بقت فيها حاجات يعني. بس في حاجه ثانيه برضو، لان الطلبه كلها تقول لك انا هطلع مدرس، لان هو شافك في الحصه بس ما شافش اللي قبل الحصه، ما شافش الكواليس يعني ما شافش يعني عشان كده بنتكلم في الكواليس اللي زي دي. لا يعني انا فاكر ان خالد اتخرج من الكليه دخل السنتر لقى كام طالب، لا الموضوع يعني بياخد سنين وتعب وشغل وتوفيق من ربنا. 35 جنيه والله العظيم، 37 جنيه ونص والله العظيم. الراجل قبضني 37 جنيه ونص. حتى انا قلت له طب يعني انا مرتبي كام؟ قال لا ما انت جيت في 15/9 واحنا النهارده على 10. يعني حقيقي والله يا محمد. لا انا فاكر مرتبي في المدرسه اول ما اتعينت في المدرسه 138. انا 37 جنيه ونص. ده نص شهر. نص شهر 70 جنيه مثلا. اسبوع عليه كنت بتقعد السبت جنيه والله قبضني اسبوعين. قال لي الاول الاسبوعين دول كانوا ما كانش فيه طلبه، يعني لسه الدراسه كانت الدراسه 15/9 ساعات. فبرضه دي يعني نقطه ثانيه، دي كارثه للطلبه ان هو بص على المشهد في الاخر. شايف اخر لقطه، شايف الضابط لابس البدله، ما شافش اللي قبل البدله بقى، ما شافش اللي ورا الكلام. المدرس ما شافش اللي ورا الكلام. دي نقطه مهمه جدا. طب مستر خالد سال سؤال. حلو. انا مش هسال. اتفضل. حضرتك ما شاء الله عندك شركه. حلو. وبتعين ناس. اكيد. هل الناس اللي بتعينها دي بالواسطه؟ ابدا. يعني في معلومه بقولها للناس ساعات ممكن ما تصدقهاش، بالذات في حته الكليات. انا مع الكليات والكليات الحلوه والكليات الجميله وكل الكلام ده، بس دايما مثلا بقول لاي حد بياخد رايي من ناس قرايبي او كده اعمل ايه واخد كورسات ايه واعمل كذا، بقول له اشتغل من اولى تانية كليه اشتغل. انت وقتك كله حتى ما عدا طبعا الناس اللي في طب وفي كذا الحاجات اللي هي ما فيهاش وقت خالص، بس غير كده اشتغل. طب ليه؟ عشان لما تيجي تقدم كشغل ما تجيش تقول لي انا خريج كذا ولا انا واخد كورس كذا ولا انا صاحب كذا. لا، انا بعرف اعمل كذا، انا شاطر في كذا، ده البورتفوليو بتاعي، انا اقدر اساعد الشركه في ان هي توصل لكذا وكذا وكذا. انا في ناس كتير من اللي معانا انا ما اعرفش هم كليات ايه اصلا. والله اكتشفت واحد من الناس اللي معايا بقى له 4-5 سنين انه اداب عبري اصلا قريب. يعني ما تعينش حد بالواسطه خالص، يعني ما فيش حد اثر عليك ان انت تعين حد بالواسطه، يعني مش تدي مرتب لكم مستحيل اول شهر لحد عشان هو جاي عن طريق صاحبك او حاجه زي كده. مستحيل، لان هو دي برضه بسبب اختلاف حاجه. زمان الشركات يعني اللي نقدر نقول عليها شركه كانت شركات كبيره قوي وضخمه وهكذا، يقدر يعمل كده في موظف او 2 مجامله لناس صحابه. لكن انا في الاخر
لكن انا في الاخر لا ما اقدرش اعمل كده. هو طالما مش هيساعد المكان ان هو يتطور ويبقى احسن ما اقدرش اعمل كده. طب السؤال ده بيت السؤال. طب لو جاي 50 واحد حلو. كويس، كام واحد في ال 50 انت بتحس ان هو كواليفايد وان انت فعلا عايزه هتاخده على طول فورا؟ حاليا 2 2 من 50. هو ده شباب. عشان انا دايما بتكلم مع الشباب بقول لهم الشباب دايما عنده حته ايه؟ طب انا اتعب نفسي ليه؟ كده كده الشغل بالواسطه والبلد ما فيهاش شغل والناس اتخرجت قاعده على القهوه. ما تبصش اللي قاعد على القهوه انت ما تعرفش هو اهل نفسه لسوق العمل ازاي. لو ما اهلش لو مش كواليفايد هيقعد على القهوه. والناس تقول لك بالواسطه. لا، الشغل دلوقتي ما بقاش بالواسطه، انت بتعرف تقدم ايه. انت بالعكس انا شايف ان سوق العمل في مصر في عجز في الناس اللي 100%. الناس المؤهله الناس المؤهله في كتير قوي بس قليل قوي مؤهل. وخريج طيب بس مش كواليفايد. مستر احمد وباشمهندس، احنا قلبنا على الراجل الموضوع ده. احنا هنعمل حاجه مفيده دلوقتي. انا هلعب معاك لعبه عشان الطلبه دي تشوف والناس اللي بتتفرج دي تشوف. كل الناس لما بتيجي رايحه انترفيو يقعد يسالني طب تفتكر هيقول لي ايه؟ انت راجل صاحب شركه وانا جاي اتقدم، فخلينا نعمل دلوقتي اعمل لي انترفيو. يعني احنا هنعمل دلوقتي ان باشمهندس محمد صاحب شركه وانا جاي لك اهو اسمي خالد علي واعمل لي انترفيو وري الناس دي انت هتسالني ازاي عشان هم كمان اللي رايح يشتغل اتفرج. يعني شباب انا ومستر خالد يعني بنحاول من القعده دي ان احنا نفيد الناس على الدول. الموضوع كله احنا عارفين الاسئله اللي بتسالوها والحاجات اللي بتيجي في دماغكم، فاحنا بنحاول ان هو احنا بنحاول نعصر. لا ولا اتوترت ولا كنت طالب عند مستر خالد فكنت بتسال. احنا دلوقتي انا محسوبه خالد علي جاي يتقدم في شركه يلا ستيب لا بص الشركه يتقدم دي انت داخل على العصر يتقدم لي يقدم في شركه يلا ستيب ابلاي عند شركه يلا ستيب وعندي انترفيو دلوقتي. ويا جماعه خليكم معايا وانا داخل انترفيو اتفرجوا عليا وما تنساش تعمل لايك للقناه. انا جاي لك ممكن نتعمل كده عادي. طيب انا هتعمل كده عشان ابقى محترم وانا اقف ولا خليني؟ لا زي الفل. خالد ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ايه اخبار يومك النهارده؟ والله الحمد لله كويس. كنت فرحان ان انا جاي اشوف حضرتك يعني. عايزك تكلمني عن نفسك كده. انت كليه ايه؟ طب عملت ايه اثناء الكليه؟ هل عرفت حاجه عن الشركه؟ شفت تفاصيل عنها؟ انا اسمي خالد علي. لسه خريج السنه دي الحمد لله. الحمد لله خلصت الجيش لاني ما عنديش جيش. وانا في الكليه كنت بحاول اطور نفسي على قد ما اقدر. اخدت كورس انجلش طبعا عشان عارف ان انتوا هنا ساعات وعندي وكمان عرفت ان في يعني كورسز معينه للشركه بتشتغل عليها زي الابلكيشن اللي انتوا بتشتغلوا بيه. فبرضه طورت نفسي في الموضوع دوت. وفي الكليه حاولت كده اعمل شويه حاجات لنفسي وانا جايب لحضرتك برضه سامبلز كده اوريها لك فان شاء الله يعني تعجبك. حلو. طيب انت لما اشتغلت قلت لي ان انت اشتغلت في الكليه اثناء الكليه. ايه الحاجات اللي اشتغلت على نفسي مش اشتغلت يعني خدت كورسات او خدت انا كنت علشان انا كنت بجهز ال4 سنين كنت بجهز نفسي القعده اللي انا قاعدها دي. يعني لما اقعد قدام حضرتك ابقى قايل لك انا عندي السكيلز ديت عشان اقدر اقدمها. لكن ما اشتغلتش مع حد لاني كنت برضه لسه يعني مهاراتي بس لا طبيعي. يعني دلوقتي في حاجه اسمها انترنشيب. في حاجات في ناس بتطلب بالذات اصلا الطلبه اللي في الجامعه ان هي تنزل تتدرب عشان تزود من خبرتها وهكذا. ما حاولتش تعمل حاجه؟ مش عارف يعني لو حضرتك تديني فكره عنها يبقى كتر خيرك يعني. حلو. طيب ودي برضو حاجه ممكن نقولها للناس كلها ان هو اثناء الجامعه في ناس اصلا بتنزل انترنشيب مقفوله للناس اللي في الجامعه. طب بيبقى هدفهم ايه؟ هدفهم ان هو لما يعني تاخد وقتك اثناء الكليه انك تتطور وانك تبقى واصل لك المعلومه بشكل افضل عشان لما تتخرج تبقى وانت فريش جرادويت جاهز ان انت تجوين شركات مختلفه. والله يعني برضو دي كانت غلطه مني ان انا ما ساعدتش في الموضوع ده. بس المفروض يعني ان كل طالب يبقى في كليته يروح يسعى لحاجه زي كده عشان يطلع يبقى جاهز بدل ما يروح يستنى فتره تدريبيه او حاجه. طيب احنا كشركه عندنا اقسام مختلفه. انت شايف نفسك تقدر تخش في؟ انا شايف نفسي مدير الشركه ان شاء الله. ان شاء الله. كده هننهي الانترفيو. مش هنكمل. والله انا شايف نفسي يعني في مدرب بيدرب نادي الاهلي اسمه كولر. لما سالوه قالوا له مين اللعيب اللي في الفرقه بتاعتك اللي تقدر تلعبه؟ فقال لهم علي معلول ده الترس بتاعي احطه في اي مكان بيلعب. فانا برضو لما اخدت الجمله ديت قررت ان انا ابقى كده. يعني ما اجيش اقول انا عايز اشتغل كذا. انا جايز اقول انا عايز اشتغل في يلا ستيب فحضرتك تقول لي احنا عندنا الوظائف الفلانيه وانا هبقى جاهز لاي مكان حضرتك. هدفك ايه من الشغل؟
هل هو فلوس؟ هل هو لو قلت لك ان مش هدف الفلوس يبقى كذاب طبعا، لان كلنا عايزين ناكل عيش. بس انا برضو يعني عندي هدفين. الهدف الاولاني طبعا ان انا وانا في الكليه كنت باخد علم نفس، فكانوا بيدوا لنا هرم كده اسمه هرم الحاجات، فقالوا لنا ان ان الحاجه لاثبات الذات قبل الحاجه لتحقيق الذات. يعني ان حضرتك تكون معجب بيا اهم من ان انا اكون معجب بنفسي. فاول حاجه انا عايز طبعا اكون برضه حضرتك ورضاك عني يكون بوجودي في الشغل. فهدفي الاولاني ان انا احقق بوزيشن كويس في الشركه دي والامبريشن بتاعي، لان انت حتى لو اتنقلت شركه ثانيه اول حد هيطلب منه ريفرنس ليا حضرتك. فهدفي اني انا يعني ان الشركه تكبر، انا بكبر مع الشركه. من وجهة نظرك ايه اللي يخلي موظف شاطر وناجح والشركه بتتمسك بيه وبتكبره في البوزيشنز بتاعته؟ ايه اللي موظف تاني ممكن تقول له تعتذر له ان هو ما يكملش؟ اول حاجه الالتزام، دي اهم حاجه. الالتزام دي كارثه في حياتنا يعني، لاني انا لما بعطل او ما بعطلش نفسي، بعطل كل اللي حوالين مني يعني، لان انا جزء في منظومه يعني. بعد الالتزام تطوير نفسي بنفسي. ثالث حاجه ان انا اعمل للجماعه قبل ما اعمل لنفسي. يعني في لعيبه كوره مثلا، وانا اسف ان انا بدي امثله بالكوره، حققت ارقام فرديه كتير لكن ما حققتش ارقام يعني جماعيه. وانا كان قدامي مثلا لعيب زي ميسي فضل يحقق ارقام فرديه كتير جدا. لما خد الكاس العالم مع المنتخب بتاعه هو قال انا كان اهم حاجه عندي ان انا يتكتب اسمي كده. فلما اقول ان انا جزء من منظومه يلا ستيب، دي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا. احنا غالبا البدايه هتبقى مرحله تدريب غير مدفوعه، بس انت هتتدرب فيها وتشوف التفاصيل جوه الشركه وتشوف الورك فلو اللي بيحصل، وبعدها ان شاء الله هنقرر ان حضرتك تبقى معانا. انا شايف ان التدريب دي كده حاجه مدفوعه، يعني حاجه بتديني خبره اكتر من فلوس. حلو جدا، انت معانا ان شاء الله. حلوه الجمله دي. طبعا. شكرا. بالمناسبه يا باشمهندس، في حاجه اسمها اجابه نموذجيه في الانترفيو؟ لا طبعا، بتختلف من بوزيشن لبوزيشن. ساعات بشوف ناس يقول انا عندي انترفيو وقولوا لي يعني اكتبوا لي اقول ايه. تنفع في الحاجات الفريش اللي هو رايح لسه ما عندوش اي خبره خالص، فانا هجاوب باستنباط بقى فاهم محفوظه. لكن مثلا السؤال بتاع الفلوس ده مثلا، يعني انت لما تيجي تسال حد عن الفلوس عادي ممكن احترم حد لما يجي يقول لي لا انا هاخد كذا لان انا شايف ان انا هقدر افيد في 1 2 3 وانا ده الريت بتاعي لنفسه، فاحترم في ده احسن ما يقولش ويوافق على ريت معين هو مش قادر يتعامل بيه، وفي نفس الوقت ما يديش كشغل. فده مثلا حاجه من الناس اللي بتتكسف، الناس بتتكسف تقول. والعكس صحيح، ممكن واحد تاني يقول لك لا انا مش فارق معايا وانا كذا وانا كذا وهو فارق معايا. طب لا انت قول لي احسن ونتناقش ونوصل لحاجه وسط، او نكتشف ان احنا لا الحاجه اللي هنا مش مناسبه بالنسبه لي. طب انت لو حسيت ان اللي قدامك حافظ الاجابات؟ لا طبعا حاجه وحشه. انا حاسس ان انا حافظ اصلا. هي اصل هي حاجه وحشه ليه؟ لان هو في الاول والاخر انت مذاكر الانترفيو، لا انا عايزك تبقى مذاكر للشغل يعني فاهم. يعني عادي انا عايز اعرف انت ايه، مش عايز انت من جواك ايه. انا حتى بحب دايما في اول قعده انترفيو بحاول الموضوع فريندلي. انا مش جاي ان انا اختبرك انت حافظ ولا لا، انا جاي اختبرك انت شخصيا، هتعرف تتعامل مع ناس، هتعرف تأدي دورك، هتعرف تتطور ولا لا. يعني انا عشان كده سالت على حته التدريب او قلت على حته التدريب دي. الناس بتبقى متخيله التدريب ده لما انت تبقى جاي مش عارف حاجه خالص، او انت كده معناه ان انت ما عندكش خبره. لا انت ما تعرفش انا كشركه بشتغل ازاي. السيستم بتاعي انا لازم تخش جوه السيستم بتاعي وتفهم تفاصيل وتفهم كذا، فلازم تبتدي بكده لانك ممكن تفيد فيه وممكن لا. انا كلنا او شفت كل الناس اللي بدات وعملت شركات، اي حد بيجي يقول لي انا عايز اعمل شركه اقول له 100% تمام ما عنديش مشكله، بس اشتغل الاول بنفسك، اشتغل بايديك، اشتغل بالحاجه اللي انت بتعملها. انا اول شغل اشتغلته وانا في ثانيه كليه وكنت عند حد يعني يعتبر قريبي، والله لففني على كل حاجه بما فيهم البوفيه، واعمل قهوه واعمل شاي واعمل كذا واعمل كذا. اخش في الميتنج سايلنت بسمع بس، اخش عايزين والله يسطبوا حاجه على الكمبيوتر اخش اعملها لهم. وكنت في ثانيه كليه وفي هندسه واخد بقى، بس ده كان بدايه الحقيقه في الشغل. انا عندي سؤال ليك جملتين. احنا قلبنا البودكاست بس امتى تقول لواحد نو واي انت مش هتكمل معايا؟ يعني قول لي جمله كده لو دي اتعملت انت مش هتكمل. وايه الجمله اللي لو اتقالت في الانترفيو من حد يبقى ده خرج بره حساباتك على طول؟ اللي مش هيكمل ان هو يبقى يعني نفسيا او كفايبس جوه المكان عامل مشاكل، يعني اللي هو ده يفسد لك التيم بالظبط. حتى لو احسن واحد شغال، حتى لو احسن واحد في الحاجه اللي هو بيعملها يعني. النفسيه دي مش هتمسكها خالص لان بالظبط. طيب الجمله اللي اتقالت في الانترفيو لا خلاص ده خرج بره حساباتي حتى لو قعد يجري ساعه كمان. اللي هو اللي احس منه ان هو شايف نفسه اعلى من مكانه، اعلى من انه يتعلم. انا جاي تمام حلو. يعني هو دول حاجتين اللي هو برضه مش هتقدر تعمل معاهم حاجه بعد كده. وكده يا شباب الحمد لله احنا عرفنا نلاقي وظيفه لمستر خالد عشان يعني كده اتمنى له مستقبل الحمد لله.
حلو. نطلع من دي بقى لحاجه تانية. انا قاعد معايا 2 اهلاويه متعصبين فلازم نتكلم في الحته دي. ايه اغلى لحظه في الحته دي؟ اغلى لحظه في الماتشات بشكل عام حتى لو مش الاهلي يعني حضرنا سوا كنا حاضرينها سنه وانت في نادي الرحاب. نادي الرحاب ايوه بتاعت الخمسه ولا الخمسه كان ماتش الخمسه القاضيه ممكن طبعا في لحظات كتير حلوه بس القاضيه ممكن ليه؟ لان الزمالك كان اعلى بكتير بصراحه والزمالك هو اللي كان يعني مرشح اكتر ان هو يفوز واحنا ما كناش متوقعين يعني واترحمنا من زن السنين يعني فلحظه القاضيه ممكن دي كنت متخيل لو كانت عملت العكس انا كان زمان لحد دلوقتي دي كانت من اللحظات اللي كانت حلوه جدا. ويوم كاس العالم يوم وصلنا كاس العالم كاس العالم مصر الماتش اللي بتاع الكونغو بتاع صلاح دي كانت من اللحظات اللي انا الجول بتاع اورتيجا بتاع تونس اللي هو في الصفاقسي انا كنت مش عارف انا عملت ايه يوم الماتش بتاع القاضيه ممكن بتاع عفشه ده كنت انا وهو قاعدين مع بعض وكانت ورانا واحده زملكاويه ويعني كانت ست قاعده كده وفرحانه لما هم اتعادلوا عملت شغاله جاب جول تقريبا ولا ايه؟ والست دي عملت وبعدين هو كان لابس شيرت الاهلي ولا لابس شيرت الاهلي وقمنا بقى عملنا لها بهلوانات قدام احنا الاثنين نرقص ونتنطط قدام الناس يعني. يوم الصفاقسي ده انا مش عارف انا عملت ايه يعني انا فاكر ان انا لقيت نفسي في واحد يعني كنا قاعدين في قهوه كده فدول لا يوم الصفاقسي ده بعدها دخلت عمليات بسبب الجول. انا قمت نطيت لمست السقف حصل لي فتاق في عضلات البطن لا كان انا بالنسبه لي صفاقسي يعني ما يتعوضش باي جون تاني بصراحه يعني حتى في القضيه لا يعني القضيه حلوه والزمالك يعني القضيه كمان عشناها بتفاصيلها اكتر بس انا فاكر صفاقسي ساعتها مش عارفين ليه الكوره لو اتعدت 7000 مره مش هتخش يعني الكوره مش منطقيه باي حال من الاحوال. والله يا محمد والله تاني انا في اليوم ده كنت في مكان انا واحد صاحبي ما كناش عارفين نوصل فانا كنت راكن عربيتي في مكان فما لقيناش قهوه دخلنا المنطقه ده فقال لي تعالى نركب تاكسي. فالمهم ركبنا تاكسي وبعدين بيقول لنا انتوا رايحين فين؟ قلنا له ده احنا رايحين ودينا عند اي قهوه لان كل ما نعدي على القهوه نلاقي الدنيا مليانه طبعا. فقال لي انتوا واجعين والله يا محمد قال لي انتوا واجعين دماغكم ليه؟ الماتش ده هيفضل 0-0 لغايه الاخر دقيقه قال كان بيتكلم كده وهتروح جايه واحده لابو تريكه يروح مديها كده هوبا فوق الجول. خدنا الكلام ده الراجل ده عايزينه ده عايز الراجل ده وانا راجع مع صاحبي قلت له الراجل ده كان يتفرج على هو الماتش بيتسجل يعني لو شاف الماتش قبلنا مش هيقول لي كده ده قالوا بالظبط. وبعدين انا قعدت ابص لصاحبي بعد بقى ما هدينا احنا اصلا على ما خلصنا لسه الماتش خلص يعني احنا قعدنا نحتفل بالجول لغايه ما الماتش خلص من غير مش عارف ما شفناش اي حاجه بعدها كان في اخر دقيقه. فقال لي هو الراجل وقعدنا بقى نفكر نجيب الراجل ده تاني ازاي يعني يقول لنا بقى عامل زي نبيل حلفاوي على تويتر نبيل حلفاوي بيكتب انا بحس برضه ان سابقنا شويه ان الماتش عنده من زعق قبلنا او حاجه يعني يقولوا دلوقتي احنا محتاجين ننزل مش عارف مين لدرجه ان انا شكيت انه بيكلمه في التليفون يعني ان هو بيكلم المدرب بيقول له نزل فلان اصل لو ما تطلعش حسين شحاته عشان يجيب جول حسين شحاته جاب جول فلا في ناس كده. لا انا مره حضرت اهلي وزمالك كنت قاعد مع جمهور الزمالك لان ما كانش في مكان في الاستاد ما كانش في مكان ولا مكان كنت رايح مع اصحابي الزملكاويه خارجين من المدرسه مع بعض واضطريت اقعد مع جمهور الزمالك جاب الجول الاولاني فعادي كله مهيص ومش شايفني فما حدش حاسس بيا لكن لما الاهلي جاب التعادل بقيت لوحدك واقف كنت هاخد حته علقه بس الحمد لله لحقت نفسي انا اي مهيص وبعدين خدت بالي افتكرت رحت عامل كده كده انا برضه من الايام اللي في الاستاد ما بنساهاش ماتش ال 4-3 بتاع الكاس الماتش ده لا 4-3 بتاع ابو تريكه وسامح حسني ده الماتش ده كنت رايح متاخر والاستاد مليان يعني اللي هو بقى المناظر اللي مش بنشوفها دلوقتي مليان لدرجه ان احنا قاعدين كتير على السلالم بتاع الدرجه ثالثه فانت قاعد على السلم مش شايف كنت ناحيه الكره اللي جه فيها الجول الاولاني بتاع عمرو زكي وامير عبد الحميد لما طلع خدها مفروض كده وطول الماتش انت تتقدم تتعادل فاللي هو الناس مفيش وايام بقى ما كان في جماهير بجد وفي قصص فلا من احلى الايام 7 اجوان في ماتش اهلي وزمالك في استاد متقفل ماتش حلو ماتش يعني فيه لعب كوره الماتش ده ما تنساهوش طبعا ماتش 6-1 ما يتنسيش ماتش 4-4 الاهلي والاسماعيلي بتاع خالد بيه طبعا اللي خلص بضربه جزاء للاسماعيلي في الاخر كده شاري محمد باين ولا مش عارف مين اللي عمل الكوره خالد بيه ما لعبش الماتش ده عشان مثل في كوره في ماتش الاهلي والزمالك
وخد الانذار الثاني وما لعبش ماتش الاسماعيلي برضه. دي ماتشات، لا في ماتشات كوره. انا ماتش 6-1 ده في واحد ما شفتوش من ساعتها، يعني هو حضر معانا الماتش ما شفتوش تاني من ساعتها. واحد صاحب بابايا زملكاوي متعود كل ماتش اهلي وزمالك يجي يتفرج معانا الماتش، كل ماتش يجي يتفرج معانا اهلي وزمالك. وقبلها لو تفتكر قبل 6-1 كان الزمالك راكب شويه، يعني كان الزمالك احسن شويه، فكل شويه يجي ماتش اهلي وزمالك ويقعد يرخم عليا يرخم على الحاج بقى وايه خلاص بقى الزمالك بيكسب والزمالك واخد افريقيا ساعتها ومش عارف ايه. فجه الماتش ده طبعا بهدل شفتوش تاني والله ما اعرفش عنه حاجه لحد دلوقتي. عندي واحد قريب مراتي زملكاوي فظيع، ومعاه واحد اخوه الله يرحمه زملكاوي مش طبيعي. فهم احنا بنروح نزورهم في الساحل، كل ما نقعد مع بعض وفي ماتش الزمالك وفرقه الزمالك يخسر بس اكون انا قاعد، لغايه ما قال لي والله ما تقعد معايا تاني ما تجيش وقت الماتش. فانا كنت في الساحل في مكان وهو في مكان، فجه الزمالك فجه الزمالك هيلاعب بني عبيد، راح مكلمني قال تعالى اقعد معانا ماتش مضمون بقى. انا اصلا احنا هنلاعب بني عبيد، فانا قلت له ما بلاش عشان ما تجيش عليا. قال لا ما المره دي بقى انا ضامنها، تعالى اقعد. وقعدني وبني عبيد كسب. قال لي ورحمه امي ما انت قاعد معايا هنشوف ماتشات مع بعض. هنشوف ماتشات تاني معايا. وقعد يشتم فيا ويعمل كده انا اللي خسرته. انت اللي بتشجع فرقه بتخسر انا ليه؟ بص يا شباب بلاش التعصب يا اخوكوا، عشان في طلبه كتير بتزعل مننا. طب والله انت ممكن تبقى انت اهلاوي ووالدك زملكاوي او العكس، يعني ده هتلاقي يعني شويه مناوشات كده. احنا بس عشان بس بنحبكم يعني في الاخر اخوات. يعني على فكره احنا كمدرسين حتى اهلاوي زي ما كنا بنقعد ننكش بعض وبتاع، في الاخر احنا اخوات وحبايب يعني، فما تقولوش الموضوع على اعصابكم. خلينا ناخدها في السكه اللي احنا بنتكلم فيها، الاهلي كمنظومه والزمالك كمنظومه فعلا. هل هي دي بتمثل اللي احنا بنتكلم فيه؟ يعني انا بحس ان هو فعليا هي مثال حي على اللي احنا بنتكلم فيه. اجتهد واشتغل واعمل، ما تقعدش تقول حظ، ما تقعدش تقول كذا، ما تقعدش تقول كذا بقى كمان. يعني انا مالي ان انت عملت ايه؟ انا عملت ايه بالظبط. يعني انا داخل، انا مدرس وفي مدرس تاني متخطيني في اي حاجه، انا ماليش دعوه غير بيا. يعني انا ممكن تشوف حد اشوفه عشان اطور من نفسي وعشان اشتغل ايه الديفو اللي عندي عشان اصلحه. لكن انا ما اقعدش بقى طول الوقت عمال جايب سيره فلان ومش عارف رئيس النادي ده عنده ايه ومش عارف. يعني خليك في نفسك خالص. في شخصيه ناجحه وفي شخصيه فاشله. الشخصيه الفاشله مع اول فشل بيدور على اول شماعه يعلق على فشل. اقول ايه؟ وفي شخصيه ناجحه لو خبط على 99 باب لهم مقفولين هيروح يخبط على باب لغايه ما يفتح ويعدي. ده الفرق ما بين شخصيه فاشله وشخصيه ناجحه، هي شخصيات. ف دايما اللي بيعلق فشله على الاخرين هو عمره ما هينجح، وعمر ما حد بينجح لما بيفشل. النهارده يعني السنه دي الاهلي عامل كل حاجه، حقق كل حاجه، بس بقاله سنتين ما بياخدش دوري، ما كانش فاشل قوي، وده كان سبب. يعني دايما ده كان سبب. انا من زمان لما يجي مثلا نخسر ماتش مهم او حاجه مهمه لا بفضل شايف اللي هو ده سبب ان السنه الجايه هناخد كل حاجه او هنعمل كل حاجه. لا يعني انت دايما فكر ان ازاي تبقى ناجح وتشتغل على نفسك. انا ليا واحد صاحبي زملكاوي جدا وهو من اقرب صحابي يعني، بس ما كانش بيتابع كوره زمان يعني، فجه في وقت كده اللي هم كسبوا فيه الدوري بتاع 2014 ده، ففاكر ساعتها كان بيقعد يقول لك ايه اللي هو احنا بقى خلاص 10 سنين قدام واحنا ما فيش ومش عارف ايه، فكان بيجي يقعد يقول لي نفس الكلام. قلت له بيني وبينك اللي انت عايزه انت هتشوف اللي هيحصل الفتره الجايه والاهلي هيعمل ايه الفتره الجايه وانتوا مش هتاخدوا حاجه. فيقعد يقول لي ازاي انت عارف منين؟ هقول له والله ده اللي بيحصل على طول. قال لي لا انا ممكن هيتغير. قلت له والله لو غيرت الاساس، لو غيرت الفكر، لو غيرت كذا يبقى انا عندي طمع ان يتغير، لكن هو مفيش حاجه اتغيرت. هو مع اول خساره هتقولوا مش عارف ده حصل ايه وده حصل ايه وده حصل ايه، وهترجع الموضوع لنفس السياق اللي بيمشي فيه. ممكن اقول لك حاجه اكد عليكم بيها. عارف انت كنت لما تعمل مصيبه وراجع بالبيت لمصيبه بتفكر في ايه؟ الحاج مثلا هتقول له صح كده، بس مش مهم المصيبه بالظبط. كنت كل ما بعمل حاجه ببقى هدفي وانا راجع البيت بس هقول لهم اي اختراع بقى. انا صعت مع اصحابي شويه بالنهار وراجع بقى اخر الليل عمال افكر هقول ايه، لغايه ما جيت في مره كنت عامل في الكليه مصيبه فعلا، عامل مصيبه بقى وداخل مكتب الامن وخارب الدنيا يعني. طول الطريق عمال افكر انا هقول لابويا ايه واقول لامي ايه، ورجعت البيت قمت متسحب ما قابلتهمش. ابويا مات. ولقيت اختي بتقول لي قوم بسرعه ده مش عارف ايه اجري. دخلت لقيت ابويا حاله تشنج مش عارف ايه على المستشفى. نسيت طبعا المصيبه، بس بعد ما دفنا ابويا قعدت قلت طب ما هو في الاخر خالص انا بقى لازم اروح اواجه الموقف، ان اللي انا كنت قلقان منه لما قعدت حسبت بقى الحسبه بيني وبين نفسي قلت ايه، طب انا كنت عمال اقول هبرر له ازاي، بس عمري ما فكرت احلها ازاي. فبدا التفكير يتغير من فكره واحد كان قلقان من حد هيبررها له ازاي لفكره واحد انا هتصرف ازاي. انا خسرت ماتش
وقلت يا اصل الحكام اصل مش عارف ايه يا عم تفكر في الماتش اللي بعديه، لا في الماتش اللي بعديه طب ده احنا عايزين نجيب مش عارف ايه وعملنا ايه، يا عم تفكر في، فتلاقي تبدا المصايب انت عمال تفكر في التبريرات بس ما بتفكرش في العلاج. كأن طالب لا قدر الله مثلا لا قدر الله طالب جاب دور تاني، هتيجي يقعد الامتحان بعدين اسبوعين، منهم اسبوع عمال يقول لا ده كان التصحيح، لا ده كان مش عارف ايه، انت عندك امتحان بعد اسبوعين، المفروض بقى بكره الصبح بندور انا على الموقف ازاي، لان خلاص انت امتحان بعد اسبوعين، روح خلص نفسك بدل ما تضطر تستنى سنه. بالظبط. لان خلاص انت طب ماشي انت قلت ان هم كانوا الناس اللي بتصحح الناس دي وحشه، ده انت كنت تعبان الف سلامه، خلاص ما هو كل الحجج احنا موافقين عليها. كأني انت رجعت البيت قلت لابوك ده انا قتلت واحد، قال لك خلاص يا حبيبي ولا يهمك، ايوه بس احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ فدي كارثه، دي كارثه عندهم هم سامعين يعني، دي كارثه عندهم ان احنا بندور على التبرير قبل ما بندور نصلح الموقف ازاي. مش عند الزمالك ولا انا بتكلم بالظبط. انا خلاص بتكلم دلوقتي عام. الناس كلها. 3 دقايق جت منين؟ يا الله 3 دقايق جت لما كنا في الكورونا، والعيال كانت والناس كلها كانت يعني مضايقه، ف كلنا كنا عمالين بقى نخترع في البيت اكل وبتاع، فكنت انا قررت اعمل فطير وحاجات دي. ف بكلم امي في التليفون دايما اقول لها نعمل ايه، فقالت لي غطي البتاع عشان يخمر، حاجات تخمر يعني. فقعدت افكر في موضوع تخمر دي، فحسبت حسبه كده بيني وبين نفسي وقعدت اقول ايه، طيب احنا بنغطي الحاجه عشان تخمر، مراتي لما تيجي تحط الكيك في الفرن بتيجي تقول لك ما تفتحش عليه عشان ما تهبطش، تيجي تعري الرز يقول لك لا ما تعريش الرز احسن يعجن، تيجي تزرع يقول لك لما تيجي تزرع لازم تغطي الجدر كويس ما تخليش الجدر مكشوف. واكتشفت ان هو ربنا حطينا جوه مكان مش عايز يكشفنا. فقمت عامل فويس للطلبه قلت لهم خدوا بالكم انا امي لما بتيجي تحط العجين بتقول لي خليه متغطي عشان يخمر، ولما بنيجي نحط الكيك بيقولوا خليه متغطي عشان يقب، ولما نيجي نعمل رز. فانا حاسس ان ربنا حطكم في بيوتكم دلوقتي وقفل عليكم عشان هو شايل لكم حاجه كويسه. فلقيت الطلبه بقى بعت لي فيدباك ايه الكلام الجامد ده ومش عارف ايه، وانا طبعا انا الموضوع جه فكره فانا مش مخطط ليه انا خلاص. الموضوع ده كان واخد 3 دقايق، فقلت لهم طب ايه رايكم كل يوم نعمل 3 دقايق. بدات كل يوم اقعد افكر فكره ازاي اعلمهم حاجه تكون ليها علاقه بالوقت اللي هم فيه ويتعلموا منها حاجه. بدات اكتشف كمان ان الكلام طبعا طالع من قلبك كده فانت بيوصل لان ما كنتش بقعد افكر ان انا اوري لهم ان انا واد بيعرف يقول مش عارف ايه، لان انا مش متحدث لغوي يعني. بس كان الكلام كله طالع من قلبي. فكل يوم يحصل حاجه اروح لهم ايه النهارده احنا عايزين نتكلم في موضوع كذا وكذا، ده ليكم. مع الوقت لقيت بقى دخلت الدفعه اللي بعدها، لقيت الدفعه اللي بعدها في حصه تقول لي ما تعمل لي 3 دقايق مطلب عادي. فبقى مطلب بقى، فلقيت كل حصه ما بنقلش من حد ربنا يعلم يعني، ولو بقول حاجه بقول فلان قال كذا يعني لكن ما بروحش انقل من حد، او ولو اتقلدت هتطلع وحشه. وانا اسف يعني بس في ساعات مثلا اسمع ان المدرس قال لك ايه طب انا اعمل مش عارف ايه، بس هو العيال جايه حاسه بتقول ايه فيك يعني الكلام مش طالع من قلبه يعني. هي ماستر بيس كده طلعت لان هو ربنا حطها لخالد، فهي جت طلعت مع خالد كده من عند ربنا. نوعدهم ان يبقى السنه الجديده بقى فيها السنه الجديده مع فيرجن جديد بقى من 3 دقايق على فكره 3 دقايق وفيديو ان شاء الله، علشان مستر محمد باشمهندس محمد غنيم قال كده وده كلامه يعني ان شاء الله السنه الجديده هتشوفوها بشكل مختلف ان شاء الله. ذكريات الكورونا، وقت الكورونا والثانويه وكده. وقت الكورونا كان عندك الاختيار، انت اتحطيت في ظروف هنا بانت كتير جدا من الناس. يعني الكورونا كانت فتره اختبار مهمه جدا يعني على مستوى المدرسين عندنا في ناس خلاص قفلت على نفسها وخلاص، وفي ناس مستر خالد وانا لما كنا بنقعد نتكلم احنا مش هينفع نسيب الطلبه في الفتره دي. انا فاكر كانت فتره صعبه كمان شهر 3 اللي هو خلاص اخر سنه. طب هنعمل ايه؟ بدانا كل تفكيرنا طب الناس دي احنا لازم نقف معاها. وعلى فكره ربنا جعل ده سبب بعد كده النجاحات لينا، ربنا سبحانه وتعالى بيبقى عالم ومطلع ومقدر يعني ان هي كانت ايه. ما كانش في دماغنا ساعتها احنا عايزين فلوس، لا احنا عايزين الناس دي نقف جنبها لغايه ما يعدوا المرحله. انا شاهد على ده والله، والحاجه كانت بتنزل للطلبه وتروح للطلبه لمجرد ان هي تحل الموقف يعني موقف لازم كنا نقف جنب بعض يعني. المفروض ان احنا اتعلمنا كتير من فتره الكورونا، بس للاسف مش كل الناس اتعلمت فتره، الناس نسيت.
احنا في لحظه كلنا قعدنا في البيت وكنا متهددين وابسط الحاجات اللي كانت بالنسبه لنا عاديه حسينا ان هي حاجه مهمه قوي ومحتاجينها وما كناش قادرين نطولها يعني. في ناس اتعلمت من ده وفاهمه ده كويس وعارفه ان في الاخر هي لحظه ممكن كل اللي معاك ده يضيع. وفي ناس تانية لا، يعني في ناس الموضوع خلاص هي مرحله وعدت ورجعوا اشرس من الاول يعني. ربنا ما يعودها على كل الناس، ربنا ما يعود الفتره دي، كانت فتره صعبه جدا. وساعتها الناس عرفت قيمه يعني الطالب اللي يقعد يقول لك تعبنا ومش عايزين نحضر وبتقعد تطول معانا في البتاع، هو قاعد في البيت ونفسه ان المستر يقعد معاه ربع ساعه نص ساعه، مش عارف يطمن، قلقان، حاسس قلقان يعني عايز المستر معايا. فكتير بقيس على كده نعم كتير كان ربنا يعني ربنا الحمد لله بيديها لنا واحنا ما بنحسش بقيمتها، غير هي دي جت اختبار لعل الناس تتعظ، في اللي اتعظ وفي للاسف اللي هو طبيعه الناس بتنسى، دي طبيعه البشر يعني. بس يا رب ايام لا يعودها، بس كان على الجانب الثاني كان ليها فوائد يعني. الناس قربت من بعض اكتر جوه العيله، في حاجات اتنست، بقت الناس بقت بتحطت فيها تاني. دايما بقول ان السنه بتاعت كورونا دي سنه بس فرقت 10 سنين في حاجات كتير، في تطور وحتى ممكن تكون في تفاصيل تانية. يعني على سبيل المثال الحته بتاعت الاونلاين مثلا، اونلاين كتعليم اونلاين، انا من الناس اللي بشوف ان هو عنصر مهم هيفيد كل الناس، سواء مدرس سواء طالب سواء مدرسه سواء بلد كامله، المفروض ان هي تستفيد من حاجه زي كده. بس لما كان تيجي تتكلم مع اي حد، احنا شغالين في الحته دي من قبل كورونا صحيح، لما تيجي تتكلم مع اي حد قبل كورونا يقول لك والله هو حلو بس لا مش هعمله، او حلو بس والله شويه قدام. كورونا عارف الصدمه بتاعت ان هو ايه، لا هو دلوقتي انا هعملها دلوقتي. هي اختصرت 10 سنين. احنا عشنا لو انت عايشه فاكر كنا فاكر بنتقابل مش عارفين نسلم على بعض، احنا الاثنين كنت بصور عنده في ليله الامتحان مش عارفين اصلا السكه، حتى هنقول العيال يعني هتنزل فين هتروح فين ازاي وهنديها لكم ازاي، مفيش بقى لا منصات ولا شيء حاجه خالص. بالظبط. وهو كان لسه يلا ستيب بتبدا ورحنا صورنا في يلا ستيب وكنت باجي انا من اسكندريه، كنت قاعد في الساحل واجي نصور حته ليله الامتحان خدت لها اسبوع تصوير يعني. انا طبعا مش فاهم يعني ايه اونلاين ولا عارف يعني ايه اكلم كاميرا، وهو يقول لي لا كلم الكاميرا وانا مكسوف يعني. بس هو طبعا برضو يعني ان كان ربنا من الناس اللي كانت قاعده في كورونا دي ربنا كرمها في الامتحان، مش عارف الراجل ده كان ليه دور انقذ الموقف بالامانه والله يعني. هو انقذ الموقف. وهو وفي حاجه ناس كتير ما تعرفش المعلومه دي، ان يلا اساسا يعني احنا شغالين في حاجات والحال دلوقتي شغالين فيها بعيد عن اللي احنا بنعمله حاليا كثانويه عامه او هكذا، وجزء من التغير ده جه في الفتره دي. يعني انا كان ساعتها انا فاكر المكالمه دي مع مستر خالد ومش عارف ليه هو جت كده، انا قاعد وكان تقريبا بوست لمستر خالد منزله، فانا شفته ان هو احنا مش عارفين لسه هنعمل ايه بس احنا معاكم لحد اخر يوم وهكذا. فلقيت نفسي بكلمه، كنت قاعد في المكتب بالليل صحيان شغال، ولقيت نفسي بكلمه بقول له يا مستر انا شفت كذا كذا، انا ممكن يبقى عندي حل بس انا مش عارف ازاي، يعني تعالى ونشوف ايه اللي ممكن يتعمل، ايه اللي ممكن لا انا جبت سبوره في البيت وبقيت اشرح واعمل يعني مش الفكره، قصدي اللي هو ايه كان الوقت كان صعب جدا طبعا كان صعب جدا. ولسه انا هراجع، طب هعمل ليله امتحان، طب هنزل لهم ملفات ولا ابعت لهم ملازم، الموضوع كان تكنيكال صعب جدا، بس احنا عايزين ننقذ موقف بالظبط. انا كان حد عمال يقول لي طب انت يعني الموضوع مش بايدك، اقول له ادبيا انا مسؤول عنه، دول مسؤولين يعني مني والله العظيم. اقول لك حاجه يا محمد، على قد ما الكورونا ديت يعني في ناس قالت لك احنا قعدنا في البيت، على قد ما في ناس عملت منها فلوس كتير جدا طبعا. لان في ناس قبلت دروس مثلا، والله وحياه رحمه امي انا ما في طالب كلمني في الكورونا ده ورحت له، لان كان كل حد يكلمني يقول له عشان اجي لك لازم اروح لكل الناس، يعني علشان اجي بيتك لازم اروح لكل بيوت الناس، وانا مش هعرف اعمل كده. وكان تفكيري كله عمال اقول ايه، طب انا لما اقف قدام ربنا يقول لي رحت لده ليه، هقول له عشان الفلوس. طب والتاني اللي يعني ان في كمان اصحاب مهن قعدوا، يعني الناس اللي في ناس بقى فيها مصدر دخل فانت مش عارف تعمل ايه. طب واحد في ناس قالت لك طب ما انت كمان قعدت مش عارف ايه، انا عارف ان واحد دلوقتي المدرسين معاهم فلوس كتير يعني، بس في الاخر اصلا قعده البيت يعني تضايق. فكان كل تفكيري او تفكير ناس يعني كتير الله يكرمهم، يعني مدرسين كتير، العيال ولاد الناس دي هتعمل ايه، هيروحوا يمتحنوا ازاي، ولا هنقول لهم ايه، ولا انا حتى لما اتسال يوم القيامه العيال دي انت عملت لهم ايه لما قعدوا. فكانوا عمالين بقى نجيب دماغنا يمين وشمال، احنا قعدنا انا قعدت انا محمد كنا بنروح نتقابل في المكتب وبس، احنا ما بنعملش حاجه، احنا عمالين نفكر نشوف هنعملها ازاي، طب دي تتعمل ازاي. ولا كان طبعا في اكواد ولا كان مش فاهمين اي حاجه خالص، لغايه ما ربنا عداها بقى على خير يعني، تمت بخير. الطلبه بتاعت ثانويه عامه اختلفت كتير من يعني من اول ما بدات مثلا لحد دلوقتي.
شكل الطلبه، تعامل الطلبه. بص هقول لك حاجتين انا ماشي بيهم في حياتي. يعني اي كلمه مقترنه بكلمه ربنا ما تبقاش معجزه. يعني ايه من معجزات الله كذا، طالما الله قال تبقى دي مش معجزه، لان كل حاجه على ربنا سهله. فاهم قصدي؟ فما حدش يقول لي ايه وربنا عمل معجزه ان الناقه نطقت، لا هو مجرد ان هي حاجه المهم ان ربنا اللي عمل، بتبقى بالنسبه لنا احنا كبشر شايفينها معجزه، بس هي بالنسبه لربنا هو خلق الناقه اصلا من الاول يعني. والحاجه الثانيه ان احنا الطلبه ما بتتغيرش، احنا يعني ايه؟ يعني انت لما كنت قد ده كنت بتعمل كده. يعني انا لما بقعد اسمع مثلا من طالب عامل قصه في شعره ولا عامل مش عارف ايه والناس معترضه، انا كنت بعمل ده وانا في نفس السن ده، بس احنا اللي بيحصل الجاب بقى. انت عمال تبعد فتقول ايه الجيل ده بقى مش عارف ايه، هو برضه كان في وهو قدي، ابويا هو قدي كان شايفني بعمل كده زي ما احنا كان بيتقال عليه. بسمع عمرو دياب مثلا ومحمد فؤاد يقول لك ايه اللي انت بتسمعه دلوقتي، اللي هم دلوقتي بيسمعوا صاصه ومش عارف ايه اللي انت بتسمعه ده. فهم طبعا هي شويه دلع مثلا اللي هو ايه، يا مستر ما تبعت لي الملزمه PDF وتصورها لي فيديو. لا يعني ما كانش فيه ده. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه يعني انت عايزني ابعت لك الملزمه PDF واصورها لك فيديو؟ يعني اقف اشرح لك انت هتعمل ايه؟ يقول لك طب ما انا ممكن ادخل على اليوتيوب. ادخل يا عم على اليوتيوب اتفرج، انا مش ضد اللي انت بتقوله ده، بس انا حاسس ان هم دلوقتي بالنسبه لهم كل حاجه ايه ما تعمل كذا. يعني مستر احمد دايما يقول جمله، يقول ايه، طب الطالب اللي بيقول لي اعمل لي كذا ده ده شغلي، يعني انا في الاخر خالص مصدر رزقي من ده. فانا ممكن اكون بقدم لك خدمه، بعمل لك حاجه زي ما انت. انا ساعات بتصل بالدكتور لو سمحت قول لي كذا، ولا تعالى العياده. طب ما ممكن يقول لي طب ما مش هيشتغل، ما مش هياكل عيش اصلا. طب يا دكتور اصل انا عايز بكذا، لا حضرتك لازم تجي لي. طب ليه لازم اجي لك؟ عشان انت لو ما جيتليش انا مش هاكل ولا اشرب. يعني انا لو عربيتي باظت قمت كلمت الميكانيكا ولا كلمت حاجه قلت له اعمل ايه؟ لا تعالى الورشه. وحتى هو في وقت ممكن يقول لك تعمل ايه، وفي وقت تاني جزء حتى من التفصيله انا عايز اشوفك انت عندك ايه اصلا. الا لو احنا في موقف حد سافر مثلا وقال لي مستر احنا عايزين كذا وده، وفي ناس بتفرج كتير بتسافر يا ابني طب خد اتفرج انت. ساعات انا ابعت لك اقعد اقول لك ابعتها لي يا محمد بالظبط، لان في ناس بتطلب مني ده وهو بيبقى الموضوع ماشي، لكن ما يبقاش ده الطبيعي ان هو انت فاكر ان ده حقك ان انت تقول لي ده اعمل، لان احنا في الاخر خالص هو يعني معروف ان المدرسين بيسعوا من اجل المال وبقيه الناس بيسعوا ما بين الصفا والمروه. لا ده يعني طبيعي هو اي حاجه زي ما مستر قال لما كنا بنتكلم في الانترفيو كشغل، ما طبيعي كلنا عندنا اهداف جزء منها الفلوس اللي هتحقق حاجات معينه. هي اللي يفرق حد عن حد هل هي فلوس بس ولا انا عندي هدف او حاجه بعملها، حاجه بسعى ليها، وده اللي يفرق حد من حد. اللي بيبقى فلوس بس ده هتلاقيه فاهم في المقابل اي ولي امر لو مش هياخد فلوس من شغله مش هيروح الشغل. طب يعني ده طبيعي، يعني دي الاحتياجات الطبيعيه بتاعتي، هي سايكل كلنا ماشيين فيها، فغصب عننا كل واحد بيأدي دوره في مقابل حاجه بتتعمل فيه. بس الطلبه برضه لا، في اختلاف ما بين الطلبه زمان والطلبه دلوقتي. لا في اختلاف يعني الاختلاف يعني في الكواليتي بتاعت الطالب نفسه ولا في الاجواء المحيطه بيه فبالتالي بتاثر عليه؟ المؤثرات الخارجيه. الاول كان تاثير الاسره كبير جدا على الطلبه، دلوقتي تاثير الاسره قل جدا للاسف. دي نقطه مهمه جدا. مفيش مدرسه ودي جدا يعني دي من مؤثرات المدرسه دي، على عكس ما الناس بتفتكر ان احنا كمدرسين وشغالين في سناتر فمهم بالنسبه لنا ما يروحوش المدرسه. بالعكس احنا انا واحد من الناس، واعتقد مستر خالد مهم جدا بالنسبه لي. اصل المدرسه ما كناش بناخد منها تعليم بس، انت بتعمل كاركتر، انت بتعيش مجتمع، بتشوف طب نماذج مختلفه، بتعيش اجتماعيا حتى اجتماعيا. لا مهمه جدا المدرسه، مهمه جدا. تاثير الاسره، تاثير المدرسه، تاثير السوشيال ميديا. تاثير السوشيال ميديا بقى فظيع جدا. يعني انت دلوقتي ممكن تبقى قاعد بتشتغل وتلاقي الطالب ماسك الموبايل وقاعد. ده ما كانش موجود الاول، ده بقت مشتتات بالنسبه للطلبه. واللي بيشوفه اصلا بقى، يعني احنا رحنا حته السوشيال ميديا دي مش ممكن نعمل ليها حلقه لوحدها، بس هو اللي بيشوفه اصلا عليها كمان كوارث. كوارث يعني انت اللي انا بهدف ابقى تيك توكر. يعني هو ده الطريق السهل السريع اللي يخليني. خلي بالك المشكله مش في انه يبقى تيك توك، يعني حتى دي احنا لسه كنا بنتكلم فيها، وساعات بقول للمدرسين لا تعالى هنعمل تيك توك وهنعمل كذا، من دافع ان انا لا انا هعمل حاجه كويسه في الحته دي ومش هروح بالظبط. يعني المشكله مش في ان انا ابقى تيك توك، المشكله في ان انا اخش اعمل اي حاجه في مقابل الفلوس. ده اللي كنت بتكلم فيه من شويه، ان هو هدفي الفلوس بس. طب يعني البنت دي انت شايفه اللي انت بتعمليه ده ينفع يتعمل؟ لا بس انا هعمله عشان هدف. بالمناسبه انا ولادي بقول لك بالمناسبه لان عندك فلوس
انا ولاد طبعا مع هوجه التيك توك، ولاد صغيرين يعني، بس بابي عايزين نعمل تيك توك. انا عملت تيك توك. لا ما هو تيك توك ما انا بس عايزين نعمل تيك توك. قلت له ماشي اعملوا تيك توك. انا اولادي في مدرسه الماني فبيعرفوا الماني، قلت لهم طب ما تيجي تعملوا تيك توك وتعلموا الاولاد الصغيرين زيكم الماني، يعني تبقى حاجه مفيده. يبقى انا مش ضد هم الاطفال الصغيره هتسمع للاطفال الصغيره زي ان حد بيتكلم، تعملوا ديالوجات مع بعض، تعملوا حوارات مع بعض بسيطه، تعلموهم كلمه بالالماني بتاع. يبقى انتوا عملتوا تيك توك كويس، بس عملتوا حاجه مفيده. اقصد الفكره انت بتوجه ده لفين. ما حدش قال اليوتيوب وحش، كل حاجه فيها شر وفيها بالظبط. التلفزيون نفسه انت فاهم بتستخدمه زي، هي الفكره مش ضد التيك توك مثلا او السوشيال ميديا، لا انت بتستخدمها زي. بس هي المشكله ان اللي على السطح واللي بارز بالنسبه للناس الناجح او الحاجات التافهه، فبقى اتعب ليه واذاكر ليه واعمل. طب ما انا ابقى تيك توكر احسن لي واسهل لي دي برضو ما كانتش موجوده الاول. انا عندي سؤال لباشمهندس بقى، معلش. انت حد بيقول لك حاجه في الاسئله اللي انت عمال تسالها لنا، انا شايفك يعني انت مش حافظ حاجه، انت بتتكلم كده، فلا ده مش كلام مهندسين يعني، ده والله ما كلام مهندسين يعني. مفيش اربيس والله، مش اربيس. احمد غيث لما نبقى مع بعض في مصر ولا حاجه، كل ما معاك تقول له كلام مدرسين، كل كلام يقول لها كلمه حلوه تقول له كلام مدرسين. فانا حاسك يعني كلام مذيعين، كلام محاورين، لكن مش مهندسين ابدا. انا الحاج يعني والدي من الناس اللي هي يعني ما بيتجاملش خالص، صعب ان هو يدي حد كلمه حلوه. اقول له في وشه فاتفاجئت ان هو عاجبه فكره ان انا بطلع بقدم مش عارف ايه. الناس بيقول لي حاسسك دخلت هندسه غلط. بس ما تنكرش ان انت مبسوط عشان انت بتحبنا. طبعا وده الاساس، عشان كده انا بدات كده الموضوع. الكلام وانا بحب فكره ان هو لا احنا بنتكلم بدون اي حاجه، الحلقه هتنزل بدون اي مونتاج بدون اي تفاصيل. احنا حلقه بكل سطحيه، فاهم ان احنا تعمل لها مونتاج. بس والله من احلى الحلقات. يعني ما خلصتش بس مبدئيا، بس يعني نهايه الاسئله الكبيره هنخش على اسئله كده ايه خفيفه وسريعه. وهنا بقى هنستعيد الموبايل عشان انا اكيد مش هحفظ الاسئله دي. ماشي، حد انتوا بتحبوا تتابعوه، يعني حد في اي مجال بقى بتحب تشوف له فيديوهات وبتحب تسمع له ايا كان. لا انت الاول اكون فكرت. اسئله المفاجاه. انا محتاج برضه افكر يعني عادي، حتى لو ماتش الاهلي على فكره، يعني حاجه انت بتحب تشوفها حتى لو ماتش الاهلي، اللي هو النهارده كنا بنحدد ميعاد البودكاست بماتش الاهلي. ينفع تعمل لي الحته دي كده، تاخدها لي تقطعها لي لوحدها كده؟ ينفع. والله انا احب اتفرج على اي حاجه تكون مراتي بتتفرج عليها. بس دي كده نحط معاها ايه اهداء اللي هي الموفي نايت. تعمل كده وتعمل بوب كورن كده. دي حاجات اللي في الافلام صح؟ لا اتفرج على كاستاوي مثلا. حلو. وبالليل والدنيا وتقعد تتفرج كده. كاستاوي ده اتفرج عليه، بريف هارت اتفرج عليه، كسر لي دماغي. حلو. بتفرج على مسلسل اللعبه برضو، يعني اي حاجه كده بس يكون بقى عيالي ومراتي قاعدين انا بتفرج وباكل في شاور كده. انا دي متابعه. انا فكرت احمد امين. احمد امين انا بحبه جدا. لا يعني احمد امين بحس ان هو قاعد جنبي، يعني قاعد في وسطنا. قاعد في وسطنا كده، والكلام اللي بيقوله احنا ممكن تبقى انت بتقوله بس مش عارف تقوله زي وتوصله زي. يعني احمد امين من الناس اللي بتابعها. انا بحترم الناس اللي بتعمل كوميديا مش بتهزيق نفسها. بالظبط. يعني انا بكره الناس اللي بتطلع اللي هو زي البلياتشو كده، اللي هو ايه انا هبهدل نفسي وهزق نفسي عشان اضحكك. لا اضحكك بسكريبت، اضحكك بحاجه، لكن كل ما الحاجه بتبقى في الواقع وانت عايشها كل ما هتضحك اكتر ان انت فعلا عايشها. البساطه اصعب حاجه في الدنيا والله. حلو. احنا لازم الكلمه دي خلاص يعني عشان ما تسالش ليكوا، فاهم؟ خلاص احنا اتكلمنا في الموضوع. اكتر اكله بتحبها ايه؟ بصراحه الاول كشري بتاع المحلات ولا بتاع البيت؟ عشان احنا عارفين دول اكلتين مختلفين. سيان يعني. لما والدتي ربنا يديها الصحه، طبعا هي صاحبه فضل كبير جدا، طبعا هي ووالدي عليا، يعني ان انا اي حاجه وصلت لها بسببهم. يعني لما كان في الكليه اليوم الوحيد اللي اروح فيها خالد بدري البيت لما كان امي عامله كشري. ده اليوم الوحيد اللي كنت اروح فيه بدري. ليه بقى كنت اروح بدري؟ عشان هو سخن كده. لا ودي رساله لمدام احمد غيث لما تحب تجيبي احمد غيث على البيت. ليه انا عامله كشري؟ لا تخيل انا كنت برجع بدري عشان الحق اتغدى واتعشى كشري. الله. يعني ادي مسافه يعني عشان بالليل هاكل كشري تاني. انا المكرونه بالبشاميل طبعا بحبها جدا، بس ورق العنب ده من نقطه ضعف اي حد في الدنيا. ورق العنب ده ترند، يعني معظم الناس اللي جت فظيع يعني ورق عنب. اغرب اكله يا خالد اكلتها؟ اغرب اكله اكلتها انت كنت معايا وكنا مع ابراهيم عبد الرازق، كلنا بتاع انت قلت لي ده اكل مغربي، مش عارف انا باكل ايه اصلا.
انا كنت اسمها إيه؟ دخلت ما اعرفش بسطيلة بس ولا كنت قاعد. كانت- والله ما كنت فاهم حاجه خالص. آه. لقيتهم بياكلوا الناس مش عارف باكل يعني ما كنتش يعني لغايه دلوقتي مش عارف هي ايه، بس قالوا لي دي اكله مغربي، قلت لهم المهم انها اكله. لا انا حلال وخلاص. انا كنت في تركيا واكل في الفندق وكل حاجه، بس لقيت عربيه اكل والناس عليها زحمه، قلت أكيد اكيد بيعمل تبقى حاجة جامدة حلوة. بقى، تركيا وعربيه اكل والناس عليها زحمه، لا اكيد تبقى حاجه جامده يعني. فقلت له انا عايز واحد من ده يعني تعمل لي ايه. بعد ما اكلت اكتشفت ان ده الممبار بس مش بالرز، ده معمول كده زي الكبده وزي الحلويات وزي الحاجات اللي بيعملوها مقطع دي كده، الممبار نفسه متقطع ومتشوح ومعمول وبتاع. احنا اصلا ندمت بناكله ان عشان انا الرز ندمت. وننسى الماضي بتاعه. الصيف ولا الشتاء؟ وانا عارف ان هو السؤال جاي في وقت غلط، فاهم يعني في قلب الصيف اللي هو عنيف. انا كائن شتوي، انا كائن شتوي. بحس ان ده الطبيعي اللي يتقال بس. صار لنا الحته دي برضه. انا عشان مراتي بتحب الصيف انا كمان بحب الصيف. ايوه احنا هنقطع الحاجات دي لوحدها ونبطلها. يا اخي لا انا بحب الصيف علشان اولا طبعا الشتاء حلو علشان الشغل، انا بحب الشغل، بحب اشتغل يعني، مش عشان الفلوس والله، بحب اشتغل طبعا وعشان الفلوس، عشان الفلوس. بس الصيف بقى مصيف وتهيص وتعمل في وقت. الشتاء حلو في النوم، تنام براحتك، واحنا ما بننامش في الشتاء يبقى عشان صعب. الشغل. لكن انا لا، انا احب الصيف طبعا. حلو. اكتر وقت بتحب تشتغل فيه يعني مثلا عادي هناخدها بقى في وقت المحاضرات نفسها، اول مع اني محاضرة. ببقى نايم، بس محاضره الصبح دي افضل محاضره في اليوم كله يعني، اللي هي لسه فايق رئيس رايح اهو، دي افضل محاضره بالليل ببقى شطبت يعني. فيعني ربنا يبارك لنا في بكور اليوم كده زي ما النبي دعا. انا حسب الطلبه، حسب نوعيه الطلبه اللي ما ما هي قدامك. طلبه الصبح دايما على فكره افضل يعني، طالب آه. اللي قايم لك الصبح وجاي لك بدري ده دايما طبعا أفضل من اكيد. طالب بالليل اللي جاي لك بقى فايق ورايق وجاي وده ما يتفسح. يمنعش ان ممكن يبقى حد جاي بالليل ويكون يعني مش المجموعه قصدي، بس في نفسها العموم لا، العيال بتوع الصبح بيبقوا المجموعه نفسها ساعات المجموعه بتخليك تبقى انت حابب انك تشتغل ومش عايز تمشي من الحصه، وعمال بناخد من الطلبه. كنا بنتكلم عليه شويه، الفلوس ولا شيء اخر كهدف يعني. بص انا عندي راي، ايه هو المبتغى؟ ايه اللي انا عايزه؟ ربنا يرضى عننا ويخلينا الجنه في الاخر. الرضا، صح؟ الرضا ده هيحقق لك ايه؟ سعاده. طبعا. فانا شايف ان الهدف المبتغى ان انا ابقى سعيد، ابقى مبسوط وراضي، والسعاده في الرضا، ان انا احس ان انا راضي عن نفسي، اهلي راضيين عني، مراتي راضيه عني، خالد مش هيعلي عليا، خالد مش هيعلي عليا، ربنا طبعا قبل كل راضي عني، انا راضي عن نفسي، فالرضا بيحقق لي سعاده. الفلوس وسيله من ضمن الوسائل اللي ممكن تخليني سعيد، لكن هي مش الوسيله الوحيده. يعني انا ممكن ابقى واقف باكل على عربيه فول، ده بجد والله بجد مبسوط جدا، ممكن ابقى باكل فندق 5 نجوم بكلم، ممكن ابقى باكل فندق 5 نجوم. انا بشوف العيال، عارف الواد عربيه الفول بيروح حاطط لك صينيه كده وحاطط لك بصله اخضر حاجات وبتاع، تبقى عايز تروح دلوقتي. طعميتين من السمسم كده. انا النهارده كنت ماشي رايح مشوار ومعدي بالعربيه، لقيت واد ماشي جنبي ماسك الصينيه عاملها كده، عايز له نزلها هنا. والله العظيم كنت عايز انزل اخطفها، كنت عايز اخطفها منه واجري. بص هاكل عربيه فول. انا مره كنت في صلاه عيد وقاعدين بنصلي بقى في الخلا، كنت انا في الامريه، وبعدين في واحد انا عارفه لان هو بياع سريح، اللي هو يعني راجل على قده خالص جدا، وقاعد من جنبه ابنه، وجايب لابنه حاجه جديده، وهو لابس هدوم تبدو عليها يعني ان هي قديمه شويه. يعني قديمه شويتين. انا شفت في عين الراجل ده نظره رضا وسعاده، ان ابنه مبسوط وهو بيطبطب على ابنه واخد ابنه في حضنه، خلاص كده ان هو سعد وفرح ابنه. ما شفتهاش مع ناس معاها ملايين. اللحظه دي، السعاده دي انا ما شفتهاش في حياتي كلها الا في الراجل ده. عشان كده دايما بقول حته ان هي الفلوس طول ما هي وسيله هتبسطك، اه طول ما هي غايه هتعكنن عليك حياتك، ان مهما تجيب هتبقى في تاني ما جبتوش. بس هي الفكره فكره الرضا، يعني هي فكره ان انت تبقى تروح نايم مش خايف من حاجه، مش هو فتره الكورونا يعني الناس كانت معاها فلوس وقاعده في البيت مش عارفه تعمل بيها حاجه، يعني فاهم، ما حققتلهمش السعاده ساعتها يعني والله ده ما كلام عشان كاميرا اقفل، هقول نفس الكلام يعني، دي قناعات والله. يعني حضرتك بتتعلم اكتر من المعلومه ولا التجربه؟ يعني احنا كنا بنتكلم في اللغه ان الناس كانت بتحطنا في التجربه نفسها، انت خش اسمع كذا وتعلم منها، ولا ان انا اروح اتعلم ABC من اولها؟ يعني ايه اكتر؟ الاثنين بيعلموا، بس ايه اكتر سكه انت شايفها من وجهه نظرك ساعدتك؟ لا التجربه الفعليه. بص الكليه بترسم لك اللاين، حلو ماشي، بترسم لك اللاين، انت بقى تمشي في اللاين ده لغايه فين، ده مجهودك انت، وده تجربتك الشخصيه. لكن لا التجربه وبعد كده في ناس في الاقصر بيتكلموا لغات وهم ما درسوش، بس بيعرف يتعامل وبيعرف يوصل اللي هو عايزه يعني كويس جدا. حلو.
انا اول مره جبت عربيه 28. انت مش عايز تعرف المعلومه ولا تقول بقى؟ وبعدين بقى كنت عايز بقى اسوق بقى زي العيال. كنت انت عارف انت لما كنت بتسوق بتبقى ماسك البتاع كده وزي في زي الأفلام. بص جنبك تلاقي رجل بازر عامل كده فانا سايق. وبعدين بقى ايه، كنت اعرف واحده كده قلت انا جبت عربيه جديده لازم تيجي تجربي غير رحاب صح؟ لا مش رحاب. لا رحاب ايه ده؟ لا ده غير رحاب اللي كانت في الثانويه. لا رحاب بتاع ثانوي دي خلاص بقى، مع ثانوي خلاص نسيت. خلاص. لا دي واحده كانت واحده كده زباله يعني. فعايز بقى ايه، المهم ان حد يركب العربيه 28 لان انا بقى جبت عربيه 28 يعني، واصحابي كلهم وانا الوحيد اللي مش معاهم. وقعدت بقى افهمها ان انا مش عارف ايه بسوق كده لغايه ما جينا عدينا على مطب، بس مش مطب لفوق، مطب لتحت يعني حفره نقرة كده. وبعدين قمت نازل ومش عارف اطلع، وايدي ادوس بنزين مش عايز اطلع، والشارع كله وقف والناس وقفت وانا عمال مفيش. راح واحد معدي جنبي قال لي اعوج العجل يا استاذ. انت عوج العجل هوب قمت طالع. فضلت دي مش موجوده في كتاب. مش موجوده في اي حاجه خالص. بالظبط. كان عمال يعلمني ما قاليش الحته دي. فبصيت لي بقى كده اللي هو يعني انت طلعت اي كلام يعني. عادي طبعا تعلق وتعمل كده. فاتحركت جدا، بس بعدها عرفت ان في حاجات ما بتتقالش. مع ان طبعا كان 100,000 واحد ركب معايا وقال لي اعمل ايه، بس عمر ما حد قال لي لما تنزل ما تمسك في حفره ما تعرف حصل لي موقف بالمناسبه العربيه. انا كان معايا 28 سافرت المغرب وصديق لي هناك راح اجر لي عربيه 28 مانوال. 28 كمان هو انت فاهم. هو اجر لي عربيه فولكس واجن وعربيه اوتوماتيك، وانا عمري ما سوقت الاوتوماتيك. والبنت اللي جت مضتني على العقد لسه واقفه وانا هطلع بالعربيه وانا مش عارف بتطلع ازاي. ايوه اصلا بتتحرك ازاي؟ مش عارف بتتحرك ازاي. انت هو طبعا لو لقيتني مش عارف احركها هتاخد العربيه وهتمشي ويبقى منظري زباله يعني. فبالتجربه برضو قعدت اشغل دماغي لقيت حرف الدي قلت يبقى ده بتاع درايف. ايوه دي درايف. شفت التعليم بقى حلو ازاي. طب بتعلم يعني. فرحت ايه بقى طب قلت بس ده هو بتاع البارشلير ريفيرت ده حاجه كده يبقى هو ده. وبالتجربه مشيت طبعا اول 10 دقائق لغايه ما ظبطت الدنيا وخلص سوقت اوتوماتيك لاول مره في حياتي يا باشا. المجهود ولا التنظيم؟ المجهود المنظم. حلو. خلي بالك هي اي سؤال من دول الاثنين مهمين، بس ايه اللي يعني انت بتحبه شخصيا او انت شايف الناس اللي بتنجح بتركز عليه اكتر يعني؟ تنظيم. بيتهيألي دلوقتي التنظيم، لان في ناس بتبذل مجهود كله ويست اوف تايم يعني، مش بيبقى بيبذل مجهود وخلاص يعني، زي اللاعب اللي بيجري في الملعب كده ما بتعملش اي حاجه خالص في الدنيا يعني. ما بيوصلش حاجه بسبب ان هو ما نظمش الحاجه دي. يعني اقصر الطرق للنجاح ان انا اكون منظم يعني. كل حاجه تبقى يعني لو الموضوع مهرجل كده، عارف زي الناس اللي بتقول لك ايه انا اجي لك على المغرب، زي ما احنا قلنا لك هنجي لك الساعه 4 وجينا الساعه 5 طيب دي كانت قله تنظيم مننا في، لان انا كنت مرتب يومي وما نظمتوش مشيته كده وده غلط. الجمعيه ولا المعرفه فرديه؟ لا طبعا الجمعيه، ده قولا واحدا الجمعيه. الجمعيه احنا من غير اسيستنت بس انا تعليم الماني بقى يعني درست على ايد الالمان في الكليه. اساس الجمعيه في العالم كله هم اللي علمونا في الاول لازم تعمل اربعه تيم ورك وتشتغل في تيم ورك، انت ترسف في آلة. انا يعني بشوف الحته بتاعت المهاره الفرديه حتى ممكن نديها مثال بلعيبه الكوره برضه هكذا. المهاره الفرديه تجيب جول حلو لكن الجماعه تجيب بطوله. ايوه صحيح. حلو صحيح. ده كان المفروض اخر سؤال بس المفروض بعد الاسئله يعني كل واحد ليه الكاميرا بتاعته خدها كده 30 ثانيه دقيقه ايا كان. لا ده هو بتاع 3 دقايق يقول كلمه يقدر توجه فيها رساله لاي حد انت عايزه، عايز تسميه تمام، عايز تقول للطلبه كلها، عايز تقول لجزء يعني، شوف اللي انت حابه ومع الكاميرا بتاعتك بقى. احمد ريس طب مش كنا المفروض نتفق كلام ده؟ لا هو ده حلاوته في التلقائيه كده. يعني خلينا نبتدي بالطلبه مثلا. احنا الهدف من البرودكاست ده وانتم شايفين الرايح في سكه ان احنا بنحاول نقدم لكم حاجه تبقى فعلا تفيدكم. يعني احنا مش جايين ومضيعين وقت وكده عشان نتصور لا عادي كنا ممكن نهلس يعني. فاحنا الهدف الرئيسي من جايتنا النهارده ان احنا نحاول ان احنا نفككم، فيا رب نكون قدرنا نفككم. احنا فعلا بنعاملكم زي ولادنا واخواتنا الصغيرين، وفعلا فعلا اكتر حد بيبقى عايزك تبقى ناجح بعد والدك ووالدتك هو اكيد مدرسك، لان نجاحك مرتبط بنجاحه يعني. بس احنا والله فعلا فعلا بنحبكم ونفسنا نشوفكم احسن ناس في الدنيا، لان احنا فعلا بنفتخر بيكم يعني. انا حظي حلو ان انا
بروح حتت كتير جدا، بقابل طلبه وببقى مبسوط جدا جدا لما بقابلهم. وعايز اقول لكم جوه مصر وبره مصر يعني حظي بقى حلو، ممكن اسافر النمسا اقابل طلبه، في ميونخ اقابل طلبه. ببقى سعيد جدا جدا لما يجي في عيد والاقي طالب حد بيتصل بيا من امريكا، مستر انا كنت طالب مع حضرتك وحبيت اقول لك كل سنه طيب عشان خاطر العيد. دي عندنا بالدنيا يعني. فبنحس ان احنا فعلا لو احنا مش نيتنا خالصه ربنا سبحانه وتعالى، احنا عايزين نفيدكم ونكون ليكم يعني مثل اعلى، حد مفيد، حد ناصح، لو نقدر نبقى كده يعني. فبنحس بده لما بنقابلكم بعد كده يعني. ربنا معاكم يا رب، وربنا يوفقكم يا رب، نكون يعني قدمنا لكم حاجه لو بسيطه. توفيق ان شاء الله. كل سنه طيبين. باشمهندس عايزني اقول لكم حاجه في 30 ثانيه. اقول لكم ايه؟ انت داخل الكليه، انا في الكليه كان عندي مبدا ولغايه دلوقتي ماشي بيه، بيقول اعرف شيء عن كل شيء واعرف كل شيء عن شيء. يعني انت داخل الكليه ما تخليش نفسك يعني رهين للتخصص، لانك هتدخل الكليه تتخصص في حاجه فممكن تطلع منها وانت مثلا مدرس انجليش ما بقتش مدرس انجليش، بقيت طالب ماده الانجليش شاطر. لا، احنا عايزين اعرف شيء عن كل شيء واعرف كل شيء عن شيء. يعني التخصص بتاعك على قد ما تقدر اعرف كل حاجه عنه، بس خليك على درايه بكل حاجه حوالين منك. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، الناس اللي سالتني حكايه قلبك بيقول لك ايه، اقول لك انا حكايه قلبك بيقول لك ايه ديت، انا عندي حاجه كده جوايا بتقول ان لما المعده بتتكلم العقل بيسكت، لما المعده بتتكلم العقل بيسكت، ولما العقل بيتكلم القلب بيسكت، بس لما القلب بيتكلم كل شيء بيسكت. عشان كده دايما اقول لكم قلبك بيقول لك ايه. شكرا لكم. خالد علي. شكرا لك والله يا مستر، ونورتوني. شكرا على الفرصه دي. كانت حاجه حلوه، اظن ممكن نكررها تاني كتير، في تفاصيل كتير ما دخلناش فيها ما اتكلمناش فيها. ان شاء الله متاكد ان احنا نقدر نفيد بيها الناس اكتر واكتر. والموضوع مش موجه بس لطلبه السنه دي ولا السنه الجايه، لان الكلام اللي قلناه كله يعني يمشي لو انت طالب في ثانيه ثانوي، لو انت طالب في ثالثه، لو انت طالب في كليه دلوقتي بتسمعنا اكيد هتستفيد بالكلام ده. وفي النهايه يعني هي مش كلمه بس، ممكن انا بشوف ان كل واحد فينا ليه تجربته، وده السبب اللي يخليني احب اركز على التجربه في يلا توك، لان كل واحد فينا ممكن نكون احنا الاثنين وصلنا لنفس النقطه ونفس النتيجه، بس تجربتي غير تجربه مستر خالد غير تجربه مستر احمد. فبالتالي انا بشوف الذكي بقى اللي يقعد يشوف كل التجارب دي وياخد منها اللي هو عايزه. صحيح. يوصل بيها للهدف اللي هو عايز يعمله. في اي حاجه بس حابب تضيفها؟ شكرا مستر. شكرا مستر احمد. شكرا ليك. اخر حاجه، بما اننا اتكلمنا في البودكاست عن كليات فنون تطبيقيه فنون جميله، في كورسات للناس الدفعه بتاعت السنه دي، في كورسات موجوده على يلا ستيب، وفيها خصومات خاصه جدا لاي حد من طلبه مستر خالد مستر احمد او حتى طلبه يلا ستيب. ان شاء الله هتلاقوا تفاصيل عنها برضه في الديسكربشن. والناس اللي داخله السنه الجديده انتظروا بقى مفاجآت مش هتتخيلوها ان شاء الله. السلام عليكم.